ايه المشاكل او ايه الاخطاء او الحاجات اللي لقيتها في الناس اللي عملت لهم انترفيو؟ انا لسه عامل مع 14 واحد داتا اناليست. اخترت منهم كام واحد؟ اخترت منهم واحد. واحد. حلو قوي. الوحيد اللي اقنعني اللي هو الواحد ده كان فاهم بيزنس. فالداتا بتاعت الماركتنج اصلا بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى كام داتا، كام رو مثلا؟ ايه الحاجات اللي فيها؟ هل ممكن صاحب الشركه يسيب القرار او يعتمد على الداتا اناليست؟ ده كان بيدخل معانا الميتنج الصباحي كل يوم، لما بيغيب بنلغي الاجتماع اليومي. طب صاحب البيزنس بيستنى ايه من الداتا اناليست؟ امتى تقول للداتا اناليست باي باي مع السلامه؟ هل بتستنى من الداتا اناليست ان هو يحل لك المشاكل بتاعتك او يديلك ريكومنديشنز؟ 100% في شركات كتيرة قفلت بسبب المشكلة في الداتا. بيقول لك طب ما انا ممكن اجيب داتا اناليست في الشركه يحل لي المشكله وشهر اتنين وامشيه. فان انا اعتمد على داتا اناليست بيحلل لي داتا مرة واحدة، دي كارثة. اهلا بيكم في تكنولوجي. الحلقه دي هتكون من الحلقات المميزه جدا اللي احنا هندمج من خلالها الداتا اناليسيز والاي اي والاناليتكس بالماركتنج، ونشوف ازاي الداتا اناليسيز وازاي الداتا اناليست عامه شخص مهم جدا في الماركتنج، ونفهم اهميه الماركتنج بالنسبه للداتا اناليست وهو بيحتاجه في ايه، وازاي شركات الماركتنج بتحتاج الداتا اناليست عشان تقدر انها تستفيد منه كتير جدا وتجروه بشكل كبير جدا. وعمرنا ما كنا هنعرف نقدم الفاليو دي كلها الا لما يكون معانا دكتور يحيى عثمان. نورنا يا دكتور. دورك، ايه ربنا الاخبار؟ يخليك. عامل ايه؟ ربنا يخليك، كله شكرا حلو؟ جدا، الحمد لله كله ممكن تمام. تعرف نفسك وتقول لنا اكتر عن المسيره بتاعتك، ونتكلم اكتر بشكل اوفر فيو عن دكتور يحيى عثمان. طيب، انا يحيى عثمان، انا بشتغل في مجال الماركتنج بقالي اكتر من 14 سنة. كنت مدير تسويق شركات مختلفة زي شركة زبادي شوف في السعودية، كنت مدير تسويق ابلكيشن مرسول مصر، مجموعة صيدلات سيف، شركة ماجستيك بايو فارما، شركة ألبا فارما، مدير تسويق إقليمي لمنصة كارتلو للتجارة الإلكترونية في الخليج. وقدمت كونسلتيشن لشركات كتيرة في مصر وبره مصر. وحاليا عندي شركتي، شركة ليموناي ماركتنج ايجنسي، موجودة في القاهرة. وعندي كمان شركة تانية اسمها بيزنس لوبي، خاصة بمسابقات الشركات الناشئة والنتوركينج ايفنتس والبيزنس. ومدرب في كذا مكان زي المنتور، كارين 180، ايوس، وبروكلين بيزنس سكول. ومعايا ام بي اي في الماركتنج، وحاليا بناقش رساله الدكتوراه في اداره الاعمال في جامعه ويست كليف في كاليفورنيا. حلو جدا. ممكن طيب تكلمنا اكتر او تقول لنا عن المسيره دي عديت بيها ازاي، او ايه المراحل اللي انت مريت بيها خلال المسيره دي؟ ما شاء الله يعني كارير قوي جدا. فاكيد اي حد ممكن يكون قاعد هو ممكن يبقى عايز برضه يوصل، ازاي انا ممكن اوصل لحاجه زي كده، او ازاي ان انا اسبوت ممكن تكون في مصطلحات او حاجات معينه. انت مثلا قلت المنتور، قلت حاجات زي كده، ممكن شخص يكون انا عايز اطلع على المنتور، انا عايز اعمل حاجه زي كده. فايه المراحل اللي حضرتك مريت بيها اللي ممكن اي حد يكون قاعد بيشوفنا عشان توصل لحاجه زي كده؟ بص، هو يعني خليني اقول لك ان الماركتنج هو كارير صعب جدا. الناس كتيره بتبقى فاكره ان كارير سهل، وان هو فكره بقى ان ده حد طول النهار بيتعامل مع مشاهير وبيعمل اعلانات وعنده فكره مطرقعه فطلعها، الفكره طلعت ترند فراجل اتشهر. الكلام ده كله غير حقيقي. الماركتينج وخصوصا الفترة الأخيرة بيمر بظروف صعبة جدا. ليه؟ لأن الماركتينج هو مرتبط بالاقتصاد، فطول ما الاقتصاد بيعاني والاقتصاد فيه مشاكل، طول ما الماركتينج اللي هو أصلا مسؤول عن تسويق المنتجات ومسؤول عن نجاح الشركات هو بيعاني زي ما الاقتصاد بيعاني. فكون ان انت تقدر انك انت تحقق تارجت الشركة في ضغوط صعبة بميزانية محدودة، هو ده اللي خلى الماركتيرز دلوقتي بقى عندهم قدرات غير العادية. مش مجرد فكرة، مش مجرد تفكير عادي، هو دلوقتي بيبقى عنده أفكار اقتصادية وعنده قوة في الأرقام ولغة الأرقام وتحليل الأرقام، وإزاي إن هو يعمل الإي بي تيستنج ويعمل التجارب لحد ما ينجح. ده كله خلاه ضغط نفسي كبير جدا على أي ماركتير. فخليني أقول لك إن هي وظيفة فيها مزايا وفيها عيوب كتير. المزايا بتاعتها طبعا إن هي دخلها كويس، والماركتيرز الشاطرين للاسف عددهم محدود في مصر وفي الوطن العربي. فبالتالي انت على طول بيجي لك شغل، يعني حتى في اوقات كتيره بتضطر ترفض الشغل عشان انت خلاص مش قادر تاخد شغل اكتر من كده. بس في نفس الوقت هو في ضغط عصبي وضغط نفسي رهيب جدا. فكره ان انت تفصل تاخد اجازه طويله مستحيل. انت على طول عندك مسؤوليه، على طول مفيش اي حاجه ستيبل. يعني فكره الاستقرار في وظيفه الماركتنج هي فكره مستحيله. مفيش حاجه مستقره خالص. انت مفيش حاجه اسمها كامبين هتشغلها هتقعد معاك شهر بنفس الاداء. مفيش حاجه هتعملها هتنجح معاك لما هتيجي تقررها هتنجح تاني. لا، كل حاجه مختلفه، كل حاجه ليها عوامل مختلفه. فانت طول النهار قاعد بتفكر، طول النهار قاعد بتحلل الارقام، طول النهار قدامك كل الداشبوردز بتشوف الارقام كلها. فالموضوع طبعا بيبقى فيه ارهاق ذهني وارهاق بدني بشكل كبير جدا، بس خلاص هي بقت جزء من حياتي، فانا اتعودت على الحياه ديت. فهي وظيفه صعبه جدا. اللي نفعني فيها رجوعا لسؤالك او اللي خلاني اقدر امشي فيها بشكل كويس هو ان انا اصلا بحب الماركتنج من زمان. فانا لما بعمل الحاجه اللي فيها ضغط نفسي بس وانا عندي شغف فيها، وحاسس ان انا دايما لما بعمل حاجه جديده وبفكر فيها
وبحسب كل حاجه وبتطلع فعلا صح او بتبقى قريبه من الصح وبتنجح، ده بالنسبه لي بيحقق لي يعني رضا كده مم. ذاتي رهيب. مم. فبالنسبه لي هو ده المحرك اللي خلاني دايما بكمل وخلاني دايما ان انا اتعلم كل حاجه حواليا ليها علاقه بالماركتنج، عشان خاطر لما اعمل ماركتنج لشركه هي مسؤوليه ابقى قدها واقدر ان انا اعملها بشكل كويس. حلو قوي. طب خليني اسالك سؤال، ايه الفرق بين الماركتنج مثلا من 5 6 سنين، او ايه اللي اختلف في مجال الماركتنج عامه الفتره اللي فاتت او الفتره الاخيره بدلوقتي؟ يعني الشركات دلوقتي بقت بتفكر ازاي، او ايه الوقت اللي ممكن يخلي شركه تنجح بالماركتنج وزمان كانوا بينجحوا ازاي؟ بص خلينا اقسمها لك لثلاث مراحل زمنيه. مم. خلينا اقسمها لك مرحله زمنيه من حوالي 15 او 20 سنه قبل دخول الديجيتال ماركتنج تماما، ايام ما كان التسويق التقليدي بس هو السائد، والفتره اللي لما دخل التسويق الالكتروني، والفتره الاخيره لما دخل اكتر الاي اي والاوتوميشن. لان دولت يمكن الثلاث عناصر المتغيره اللي حصلت معانا. زمان التسويق التقليدي هو كانت الدنيا يمكن مستقرة أكتر بكتير. أنت عندك ميزانية تسويقية ثابتة طول السنة، عندك خطة تسويقية، أنت هتطلع مثلا تعمل كامبينز على التلفزيون، هتطلع تعمل بيلبوردز كامبين في الشوارع، هتستخدم مثلا ممثلين معينين. لسه حتى يمكن الانفلونسرز ما كانتش فكرة منتشرة قوي، كانوا ساعتها بيعتمدوا أكتر على فكرة السليبرتيز اللي هم الفنانين والممثلين والكلام ده، وهستخدم مين اللي في الإعلان. والموضوع كان مش بسيط، بس الموضوع كان ستيبل، لان في النهايه العوامل المتغيره كانت قليله جدا. وفي النهايه انا كده كده ما اقدرش استهدف بشكل دقيق، فانا اخري بستهدف قنوات معينه، بستهدف اماكن معينه بعلن فيها في الشارع في البيلبوردز بتاعتي. بعمل حملات تسويقيه بقى عن طريق مثلا المترو، عن طريق المحطات، عن طريق المواصلات، عن طريق اللي هي الحاجات اللي هي في الشانلز الشاشات الثابته اللي والتشانلز موجوده يعتبر. الثابته. بالظبط، سواء شاشات او سواء الاوفلاين ماركتنج كله. ده لما دخل الديجيتال ماركتنج عمل أزمة كبيرة، اللي هو إيه؟ اللي هو أصبح الناس اللي هم كانوا بيشتغلوا تراديشنال ماركتنج وسنهم كبر شوية وهم اكسبرت في حته التراديشنال ماركتنج، بس هم في نفس الوقت ما قدروش يواكبوا التكنولوجي بتاعت الديجيتال ماركتنج لما نزلت. فابتدى الجيل الجديد اللي هو الشباب الصغيرين هم مطلوبين اكتر من الناس اللي هم شغالين فقط تسويق تقليدي. ليه؟ لان لما التسويق الالكتروني ابتدى يظهر وابتدى يبقى قوي بشكل كبير، اصبحت تكلفته اقل بكتير من تكلفه التسويق التقليدي. في نفس الوقت نتائجه انا قادر اقيسها بشكل كويس، فقادر ان انا اعرف كل جنيه انا صرفته صرف فين وجالي ايه، واعرف اقيس كل حاجه، واعرف كمان ان انا احسن في النتائج بناء على النتائج اللي حصلت. فاصبح ان الديجيتال ماركتنج اوفر بكتير ونتائجه احسن بكتير، وقادر ان انا اقيس الاداء بشكل كبير جدا. فخلى ان الشركات كلها ابتدت تتوجه وتقلل الميزانيه من التسويق التقليدي للتسويق الالكتروني. فاصبح دلوقتي معظم الشركات بتعتمد ان هي يمكن 70% من ميزانيتها بتروح تسويق الكتروني ديجيتال ماركتنج، و30% بس هو اللي بيروح تسويق تقليدي. وحتى لما بيعمل تسويق تقليدي بيعمله عشان خاطر برضو يدعم بيه التسويق الالكتروني. يعني انا بعمل مثلا حمله ميديا برودكشن، هصور اعلان، فانا هصور الاعلان ده عشان برضه اطلعه ديجيتال في الاخر، بعد ما كان بيطلع في التلفزيون بس، لا انا لازم اطلعه ديجيتال، حلو جدا. لان في الديجيتال انا اقدر اطلعه الملايين من الناس في حسب الميزانيه بتاعتي. فاصبح الميكس ده دلوقتي هو الموجود. بعدها حصل تشالنج في الفتره ديت، اللي هو ناس كتيره بقت بتدرس بس ديجيتال ماركتنج وغير مؤمنه بالتسويق التقليدي، وشايفين ان هو اتس اول اباوت ديجيتال ماركتنج، هي كلها تسويق الكتروني او تسويق رقمي، فانا مش لازم اعمل اعلانات على التلفزيون، مش لازم اعمل اعلانات في الشوارع، دي كلها ويست اوف ماني، انا محتاج ان انا اعمل بس تسويق الكتروني. حلو جدا. تمام. فابتدت الناس اللي هم كانوا شغالين ومعتمدين على التسويق التقليدي يدخلوا في صراع معاه. وانا يعني ممكن ان انا برضو اقول رايي فيها ان الاتنين ما ينفعش ان احنا يشتغلوا بعيد عن بعض. يعني ما ينفعش تبقى شركه قائمه فقط على التسويق الالكتروني. واقول لك مثال بسيط، كل الشركات اللي بتكبر وبتنجح لازم يروح عامل حملات تسويق تقليدي. حتى لو بدأ صغير في الاول واعتمد على التسويق الالكتروني، بيجي له فتره من الزمن وبيبدأ ان هو يتحول للتسويق التقليدي. ليه؟ لانك انت طول ما انت بتشوف البراند او الشركه شغاله فقط على السوشيال ميديا وعلى التسويق الالكتروني، فانت دايما حاطط في دماغك ان الشركه دي عندها حجم معين. اما بتشوفها نازله في الشوارع، اما بتشوفها في التلفزيون بكامبينز كبيره، اما بتلاقيها مختاره امباسادور، حد تقيل، سيلبرتي تقيل، هو اللي طالع في الاعلان وهو اللي طالع في كل الاعلانات، بتبدا انك انت تشوف الشركه ديت على مستوى اكبر بكتير. ده معناها ان انت الشركه دي اكيد مش تحت السلم، مظبوط. ده اكيد شركه كبيره، فانت بيجي لك تخيل ان الشركه دي كبيره.
فبقى في حاجه اسمها براند بوزيشننج. براند بوزيشننج ده مرتبط اكتر بالتسويق التقليدي مع التسويق الالكتروني، ما ينفعش التسويق الالكتروني يكون لوحده. فاصبح ان الناس لازم يتعمل الميكس ده دايما بنفس التوازن اللي احنا قلناه. نسبة من الميزانية 30-40% بتروح للتسويق التقليدي، والباقي بيدعمه عن طريق التسويق الالكتروني. انا عملت فيديو برودكشن، عملت كامبين كبيرة، ببدأ كمان ان انا اقويها بالديجيتال ماركتنج. فالاتنين مع بعض بيبدوا بيعملوا ميكس كويس جدا. غير كده كمان ان التارجت اودينس بتاعي مش كلهم موجودين على الديجيتال صح ماركتنج. مظبوط. احنا عندنا يمكن اكتر فئات موجودة في التسويق الالكتروني هي الفئات الشباب، وممكن نتكلم لحد ماكسيموم 40-45 سنة. اكتر من كده اغلبيتهم ما زالوا بيحبوا يشوفوا التسويق التقليدي، ما زالوا بيحبوا يشوفوا اعلان في التلفزيون، بيحبوا يشوفوا حاجه في الشارع، بيحبوا يشوفوا اعلان، بيحبوا يشوفوا الحاجات دي كلها. فحتى لو انا براند بتعامل مع فئات سنها اعلى شويه، التسويق التقليدي هيقدر يساعدني ان انا اوصل لاكبر عدد من الناس. كويس أوي. فدايما بقول ان الميكس ما بين الاتنين كويس، بس لو شركه لسه في البدايه تعتمد على التسويق الالكتروني هيبقى اوفر ليها بكتير. لو هي فعلا كبرت ووصلت لمستوى كويس لازم تخش في التسويق التقليدي. عشان كده احنا بنشوف دايما الشركات اول ما بتاخد تمويل، لما بيجي لها كده انفستمنت كبير، بتروح رايحه على طول عامله التسويق التقليدي، رغم انه ساعات بيبقى خطأ ان هم بيعملوا تسويق مبالغ فيه وبيصرفوا تقريبا جزء كبير من الفند مره واحده. الا ان هو بيبقى الفكره كلها ان هو عايز يعلن ان هو في مرحله اعلى بكتير من الاول، وان هو كمان بقى اقوى من اي منافس موجود في السوق. كويس أوي. تمام. او ساعات بتعملها لو الشركه اوريدي من الاول معاها انفستمنت كبير او معاها كده كده راس مال كبير، ما بيجي يعملوا حمله الاطلاق بتاعتها او اللانشنج بتاعتها، بيبداوا برضو بتسويق تقليدي مع الديجيتال ماركتنج عشان يبقى من اول يوم بيعلن عن نفسه ان هو حد كبير في السوق. كويس أوي. نيجي بقى للمرحله الثالثه، المرحله اللي دخل فيها بقى الاي اي والاوتوميشن في تقريبا في اخر 3 سنين. احنا قلنا ان المرحله الاولى اللي هو الناس كانت بتعمل التسويق التقليدي، بتعمل اعلانات، بتصور فيديو، بتطلع تلفزيون، بتطلع بيلبوردز. المرحله الثانيه ابتدى يدخل فيها السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج. المرحله الثالثه بقى اللي هي ابتدى يدخل فيها الاي اي والاوتوميشن وشات جي بي تي وجيميناي وكل الكلام الجميل ده. فابتدى يحصل صراع، هل الاي اي هيستبدل الماركتيرز والكلام ده ده الصراع كله. ده في كل حاجة. بس هذا بقى ده في كل كل حاجه. الوظائف. بس عايز اقول لك كمان يعني في الماركتنج بالذات، عشان كلامنا عن الماركتنج، فهو كل الناس بقت شايفه ان هو هيستبدل. وفعلا يعني خلينا واقعيين، الناس اللي بتكتب كونتنت بتكتب بشات جي بي تي دلوقتي وجيميناي بيكتبوا والحاجات بشات جي دي. بي تي. فاللي كان عنده 3-4 كونتنت كريتورز، لا بقى هو عنده ممكن واحد يجيب بس. واحد بيستخدم شات جي بي تي وبيمانج صح. الدنيا على طول، وبيعمل اي اي ايجنت لكل مشروع والدنيا شغاله. اللي كان بيعمل مثلا هنقول جرافيك ديزاينرز، ابتدى يسرع شغله بالاي اي. صح. اللي كان بيعمل المونتاج بقى يسرع شغله بالاي اي، وهكذا. فابتدت ان الدنيا تشتغل. حتى مثلا في حته الميديا باينج في كامبينز الاعلانات، بقى في دلوقتي ادفانتج كامبين. صح. ادفانتج كامبين هو بيقول لك انا بستهدف الجمهور وبستهدف لك كل حاجه، وهو وعايز بيعيش كمان حياته. يعمل الكرييتيف، عايز كمان يعمل الكونتنت والديزاين ويشتغل هو مع نفسه. حلو. تمام. وطبعا حتى الان مش ناجح، بس قصدي اقول لك ايه، هو بيتطور الفكرة بشكل سريع موجودة جدا. نفسها. الفكره موجوده. فهو فعلا الاي اي ماشي في حته ان هو يستبدل كتير قوي من الوظائف التنفيذيه اللي شغاله في الماركتنج. ففي المرحله الثالثه ديت انا دايما كنت بقول فيها للناس، ودي يمكن حتى انا سالتها لحد اكسبرت كان بيدرس لي في الدكتوراه. الراجل ده اكسبرت في حته اللي هو الانترنت اوف ثينجز وفي الاي اي وفي الاوتوميشن، حد اكسبرت كبير في امريكا. فجيت سالته قلت له الاي اي انا شايفه بيهدد اكتر الوظائف التنفيذيه في وظائف الماركتنج وفي وظائف كتير، الوظائف اللي هي بتقوم بفانكشنز معينه. لكن الاستراتيجيست، الشخص اللي هو بيفكر وبيخطط وبيحط الخطه وبيراجع وبيعمل كل الكلام ده، هو حتى الان صعب استبداله على الاقل في مرحله الجنريتيف اي اي. فهو لما فكر قال لي يس، انا بتفق معاك. في مرحله الجنريتيف اي اي اللي احنا فيها حاليا لسه هو مش قادر يواكب الفكر الاستراتيجي لشخص عنده خبره كبيره. او بمعنى اصح لما حتى بيحاول يواكبه بيدي حاجات جينيريك، حاجات عامه قوي، وحاجات لا تنطبق على سوق مثلا زي سوق مصري. ما يقدرش يعرف ويحلل السوق بتاعنا بشكل كويس، ويبقى عارف كويس ازاي يحط خطه استراتيجيه صح. مميزه ومختلفه. معانا دلوقتي لو انا بحط نفس الخطه، شركات كتيره سالت شات جي بي تي في نفس المجال وقدام نفس الخطه فهيرد ما على بقتش نفس خطه. الرد. يعني نفس الرد، فكلنا نعمل نفس الحاجه، ما بقتش خطه استراتيجيه مظبوط. مميزه. ففكره ان انت العنصر البشري اللي بيفكر وبيخطط ودارس السوق وعمل تجارب كتيره وعارف ايه اللي هيشتغل وما يشتغلش. ونرجع تاني زي ما قلت في بدايه الحلقه، ان اصلا التسويق ما فيهوش استقرار. فالفكره اللي نجحت قبل كده مش شرط تنجح صح تاني. مظبوط. فده معناه ان العنصر البشري في حته الاستراتيجيست او في حته التفكير الاستراتيجي لازم يكون موجود. حلو.
فدايما بنقول ان الاي اي هيستبدل اسهل الوظائف التنفيذيه، اللي هم الناس اللي بتعمل الوظائف زي الكونتنت ديزاين، فيديو اديتنج، ميديا باينج، الحاجات دي كلها بتستبدل حاليا. مازال الهيد الاستراتيجي هو اللي يمكن صعب استبداله، ممكن يستبدل في فتره على فكره قريبه، بس انا بشوف انها هتاخد وقت، حتى لو الدنيا اتطورت هياخد برضه وقت شويه. بس خليني اسالك سؤال، مش شايف شويه ان كلمه ان هو بيستبدل حاليا كلمه قاسيه شويه؟ يعني هل هو فعلا يس اه. استبدل يس. استبدل؟ بص زي ما قلت لك، هو احنا دلوقتي في المرحله الاولى اللي هي ايه، اوكي. اللي هو انا كان عندي 3 كونتنت كريتورز، فانا هستبدلهم بواحد بيساعدوا شات جي بي تي وهو بيراجع وراه، فقدر ان انا اقلل العدد. فانا بدل ما يكون عندي 20 فرد تيم تسويق، ممكن اعتمد على 5 افراد بس. ماشي، فهو استبدل ناس كتير. ماشي. طيب المرحله اللي بعدها متوقع ان هو مش محتاج مراجعه، اوكي. وانه مش محتاج حد متخصص يديله البرومبت. لا، ممكن عادي الهيد اوف ماركتنج او حد مش متخصص، يعني مثلا لو انت شركه بتقدم خدمات الكلاينت، ممكن الكلاينت نفسه بعد كده يكون هو عنده الاويرنس العاديه الاساسيه انه يدي البرومبت البسيط، فهو يديله الحاجه، والحاجه تكون فعلا بكواليتي عاليه جدا مش محتاجه تتراجع. ده مرحله لسه احنا ما وصلناش، بس اوكي. ممكن تيجي ساعتها. اقول لك هيستبدل بنسبه اعلى. تمام. تيجي المرحله الثالثه اللي هو ممكن يبقى فيها الاي اي قادر يحط خطه فيري كاستمايزد، ويقدر ياخد الداتا بشكل كويس، ويحط فعلا خطه كرييتيف، ويفكر لكل واحد على حده، ويقدر ان هو فعلا يعني يقلد شخص فعلا عنده خبره كبيره واستراتيجي عايش في السوق ده بقاله سنين طويله. حلو قوي. في الحاله ديت هو هيستبدل بشكل اكبر. بس انا بتكلم برضو ان في عناصر كتيره في الماركتينج صعب جدا استبدالها. زي ايه مثلا؟ وهو ده اللي انا كنا عايزين نتكلم فيه، فكره ان الماركتير هو مش جاي عشان ينفذ كامبينز. صح. لو هتنفذ كامبينز الاي اي هيستبدلك بسهوله. في حاجات كتيره، منظومه طويله ومفاهيم كتيره، هو ده اللي هيخلي الاي اي صعب جدا ان هو يستبدل الماركتير. زي ايه مثلا؟ انت عندك الماركتير اللي فاهم ارقام وقادر يحلل، وفاهم اقتصاد، وفاهم ماركت ريسيرش، وفاهم داتا اناليزز، وفاهم فاينانس، يبقى عارف الشركه بتكسب ولا بتخسر، وعارف اليونت ايكونومكس، وقاعد بيحسب كويس الكوست بير اكوزيشن والريتنشن ريت، وقاعد يدرس الكونسيومر بيهيفير بتاعت كل الناس، وقاعد يقسم السيجمنتس بتاعته بشكل مظبوط، اللي هي كل جمهوره بالسيجمنت بتاعته، بالانترست بتاعته، بالديزاير بتاعته، بالبين بتاعته، بالبيهيفير. الشخص اللي هو قادر يشتغل بالدماغ ديت وقادر يفكر وقادر يحلل، هو ده اللي لا يمكن استبداله. لان شات جي بي تي من الاخر هو دلوقتي، يعني يمكن عايز اقول لك ان هو كمان تدريجيا شات جي بي تي بيقلل الخدمات اللي بيعملها. الناس فاكره ان هو بيزود، بس هو في الحقيقه بيقلل. بمعنى ايه؟ انا لو رحت دلوقتي لشات جي بي تي وقلت له انا هدي لك معلومات كتيره جدا مقابل انك تطلع لي مثلا خطه، صح. هتلاقيه بيقرا جزء من المعلومات وبيحاول ان هو ما يقراش الباقي. ليه؟ عشان يقلل تكلفه استخدام الجي بي يو او صح. استخدام الاي اي نفسه. صح. ماشي. فيوفر تكلفه كل حاجه بتحصل في البرومبت بتاعه. فلما انا اقول له مثلا انا عايزك تعمل لي كده وتدرس لي كده وتدرس لي كده عشان تطلع لي الحاجه، هو بياخد جزء بسيط ويحاول يعمله لك. ولو انت قلت له اعمل لي 5 حاجات، هيقول لك انا عملت لك الحاجه الاولى، انت حابب اكمل بقيه الحاجات؟ بالظبط. صح. فتقول له اه كمل، فيعمل لك الحاجه التانية، يقول لك دي الحاجه التانية، ما تحب بعملش بالك اكمل لك كامل. الثلاث حاجات؟ فتقول له اه كمل الثلاث حاجات اللي باقيه. امم. فيقول لك طب انا عملت لك الحاجه التانية. هو فتزهق. قصده ايه؟ هو بيزهقك. اه. هو عايز يقول لك اعتمد على نفسك شويه عشان ما تحرقش كل الطاقه الريسورسز بتاعتي اللي عندك. والريسورسز اللي عندي، صح. فتكلفني كتير على اشتراكك اللي ب $20 اللي انت بالظبط. دفعته. تمام. فهو بيعمل كده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم في الاول ابهرونا بقدرات خزعبليه، فاجئونا بانك انت فعلا شات جي بي تي بيقعد معايا في اليوم بينفذ لي 50 60 تاسك. دلوقتي هو ابتدى يخلي الموضوع لا للسبسكريبشن بس، هو اللي يقدر يعمل كده. صح. بعد كده ابتدى يقلل حتى للسبسكريبشن. يعني انا مثلا عندي لسه الاكونت كنت هقول لك بريميوم، برضه. حتى الاكونت بريميوم زمان كان بيديني نتائج احسن بكتير، وكان بيديني حاجات اعلى، داتا اكتر. ولما شات جي بي تي 5 على فكره اشتغل او نزل، يعني ما لقيناش فرق خالص بينه وبين شات جي خالص. بي تي 4. هو قال لك ان ده يعني هيبقى بمستوى خالص. حد حاصل على دكتوراه في كل اه. حاجه، وده واحد معاه ابتدائيه تقريبا في حرفيا. بعض اه. الحاجات يعني. فالفكره كلها زي ما قلت لك، هو في نفس الوقت على قد ما الاي اي بيتطور، على قد ما هو بيليمت الحاجات اللي هو هيعملها بير يوزر عشان يقدر يكفي على عدد المستخدمين، ويقدر يدي التميز، ويقدر يجيب العائد اصلا اللي هو استثماره في مجال الاي اي. تمام. طيب فاحنا معناها ان الشخص اللي هو مش مجرد ماركتير بينفذ كل حاجه، هو محتاج ان هو
يفضل دايما متابع حاجات كتيرة ومركز في مفاهيم اقتصادية، مفاهيم الفاينانس، مفاهيم حاجات كتيرة جدا، عشان يكون لا يمكن استبداله بالاي اي، او مفيش اي حاجة تانية تقدر تعمل الشغل اللي هو بيعمله. حلو قوي. طيب خليني اسالك سؤال برضو، بما ان احنا بنتكلم عن الحته بتاعه الداتا اناليسيز والبودكاست ازاي ان احنا ندمج الماركتنج بالداتا اناليسيز، شايف ازاي وظيفه الداتا اناليست او الشخص اللي هو الداتا اناليست ايه هي وظيفته في الماركتنج؟ يعني لو شركه بتهاير داتا اناليست فهي محتاجه منه ايه، وليه هي اصلا تفكر تطلب داتا اناليست؟ ولو شخص كمان شغال في الماركتنج ليه ممكن يتعلم الداتا اناليست؟ ممكن تفيده ازاي؟ ممكن تحسن ازاي من الديسيجنز بتاعته بما ان انت اشتغلت في الحته دي او ليك باك جراوند فيها؟ فحابب برضه توضح لنا النقطه دي. بص، انا تخصصي في الدكتوراه اسمه بزنس انتليجنس اند داتا اناليسيس. اوكي. تمام. لما جيت افكر في التخصص اللي انا هدخله، انا كنت عايز اخد اقرب حاجه للماركتنج. فاتكلمت مع ناس كتيره اكسبرتس بره مصر وجوه مصر، فهم كانوا ساعتها بياكدوا لي ان حته البيزنس انتليجنس والداتا اناليسيس هي ريليتد جدا للماركتنج، وهتفيدني في شغلي بشكل كبير. لما فعلا درست مواد البيزنس انتليجنس والداتا اناليسيس ودخلت ابتديت اخد بروجكتس وابتديت انا اشتغل فيها بشكل كبير، هو انا فهمت كويس جدا الفرق ما بين للاسف شركات مثلا محليه هنا في مصر والشركات الانترناشونال. الفرق ما بينهم هو فكره الاعتماد على الداتا اوكي. على مستوى كل الاقسام، وعلى مستوى الماركتنج بشكل محدد. الفكره كلها هو ان انت لو انت قايم بشكل عشوائي وقايم على فكره الاهواء، اللي هو عارف انت، انا حاسس ان انا لو عملت الموضوع ده الاحساس والسنس هينجح. والحاجات دي. الاحساس والسنس، وانا سبحان الله تحس ان انا فيها حاجه بركه لله، بقى وهتيجي معايا بركه، وحاسس وجت انها قبل كده تخبط معايا. فهتيجي تاني. اه. مفيش حاجه اسمها حظ هناك. تمام. ومفيش حاجه هناك اسمها ان الدنيا تبقى ماشيه بالبركه. صح. هم هناك معتمدين على ارقام. اذا مفيش تقرير بارقام معينه بتدعم اي قرار او اي خطه، الموضوع بيترفض تماما. تمام. فهي خلينا كده نقول ان هو مش بيساعد، هو الاساس دلوقتي عندنا في كل حاجه هو الارقام. اوكي. ففي شركات عندها القدرة ان هي تكون عندها داتا اناليست متفرغ شغال لوحده بيدعم الشركة كلها بالداتا حسب الفانكشنز المختلفة. وده قليل للأسف. يعني يمكن بعض الشركات الكبيرة في مصر هي اللي قدرت تعمل الكلام ده، يبقى في عندها داتا اناليسز او داتا اناليست شغال لحاجة زي كده. وخلينا نقول بقى ان الاغلبيه العظمى ما عندهاش الرفاهيه ان هي تعين حد مخصوص لكده. فابتدت ان هي يبقى كل شخص في كل قسم هو المسؤول ان هو بيجيب الداتا بتاعته. كويس. ودي حاجه انا اتعلمتها، انا ما بعتمدش على حد. ماشي، انا قادر ان انا اجيب الداتا بنفسي وقادر ان انا احلل كل حاجه، كويس. وده الصح. ماشي. فابتديت ان انا اشوف فكره ان انا لما باجي اعمل من بدايه الماركت ريسيرش ان انا ادرس السوق وادرس الكونسيومر بيهيفير وادرس سلوكيات الناس وادرس احتياجات الناس واشوف المنافسين واشوف ايه هو اللي بيحرك السوق واشوف العرض والطلب، واخد شويه كده حاجات من الاقتصاد، المرونه، وهل المنتج اللي انا ببيعه ده منتج الاستيك ولا مش الاستيك، صح. مرن ولا لا، وابدا اشوف حجم العرض والطلب والمنافسه عليه وكل الكلام ده، واجمع كل الداتا ديت. بعد كده بناء عليها وبناء على احتياجات الناس وبناء على فعلا البين اللي عند الناس والسيجمنت اللي انا هتعامل معاه، ازاي هتبقى الرساله التسويقيه الخاصه بيه، وازاي يبقى شكل الميديا، وايه الباير بيرسونا، ايه هو الشخص المثالي اللي بيمثل الجمهور ده. ابتداء بقى من تشغيل الكامبينز والخطه، وابتديت بقى ان انا تحليل النتائج وتحليل كل بلاتفورم، كل منصه بتجيب نتائج عامله ازاي واقدر ان احسن فيها ولا لا، والعائد على الاستثمار الار او اي من كل منصه عامل ازاي. كل الحاجات دي معناها هي اساس الشغل بتاع الماركتنج. وهو ده اللي انا قلت لك عليه، ان هو ده اللي هيفرق ما بين حد مجرد بينفذ يقدر نستبدله الاي اي بسهوله، وما بين شخص فاهم هو بيعمل ايه وقادر يوجه وقادر ياخد قرارات اللي هو لا يمكن الاي اي استبداله. بس انا يعني قصدك كده ان كل الكلام اللي ده عشان ينجح اساسه الداتا؟ بالظبط. يعني ما ينفعش كل الكلام ده يتم من غير داتا. بالظبط حلو كده. قوي. طب خليني اسالك سؤال برضو، انت قلت ان شركات الماركتنج ما عندهاش الرفاهيه انها تجيب داتا اناليست، من وجهه نظرك شايف ده ليه؟ رفاهيه عشان فلوس ولا رفاهيه عشان بص مثلا مش فاهمين ولا ايه الدنيا بالظبط؟ بص هو انا وانا صاحب القرار انا هجيب داتا اوكي. اناليست. ماشي. هم للاسف مش كل الناس قادره تفهم اهميه الداتا اناليسيس في الشركه. ماشي. فعشان كده هم شايفينه رفاهيه، اللي هو اوكي. ايه، اللي هو انا خلاص عينت الاتش ار، عينت الشخص المسؤول عن التسويق، عينت والسيلز الشخص المسؤول والبرفورمانس عن وكده المبيعات، فانا خلاص الشركه هتشتغل. اتعشت كده. هتقول لي بقى اصل انا لازم اجيب حد داتا اناليست، هو بالنسبه له شايفه ان هي حاجه يعني اضافيه مش مطلوبه. فهم هناك لا، هم هناك مثلا قسم الريسيرش اند ديفلوبمنت واقسام الداتا اناليسيز هي الاهم في الشركات. يعني عايز اقول لك مثلا في كيس ستادي مشهوره، شركه سامسونج نجاحها كله قايم ابتداء من فتره السبعينات والثمانينات ان هم قووا حته الريسيرش.
لما هم قووا حته الريسيرش اند ديفلوبمنت قدروا ان هم دلوقتي يعتبر الشركه رقم واحد تقريبا في العالم في التكنولوجي. بتنافس ابل، بتنافس شركات كبيره ماشي. هم قبلها كانت شركه بتصنع حاجات بسيطه جدا عشان تورد لشركات تانية اكبر زي اي بي ام وشركات تانية، فكانت بتخش في تصنيع حاجات بسيطه جدا. حلو قوي. ازاي ان قدرت انها تتوحش وتبقى بالقوه ديت؟ هو عن طريق الاهتمام بالريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو اساسه برضو الداتا. ماشي. فهي الفكره في ايه؟ الفكره في ان انت شركات وكيس ستاديز كتيره اعتمدت على الداتا، فقدرت ان هي تبقى الاقوى على مستوى العالم، واحنا ما زلنا مش قادرين نعرف قوه الداتا وقوه الريسيرش عندنا في الشركات في مصر. فعشان كده بقول لك هو ده مش معناه ان ده صح، هو ده للاسف اللي بيحصل. بس لو انت عايز الصح، لا هو الصح ان مفيش شركه تنفع تشتغل الا لما يكون عندها داتا اناليست شاطر متميز في المجال بتاعها وقادر ان هو يسبورت كل قرارات الاداره بداتا دايما. طيب خليني اسالك برضو من كلامك، ايه هي صفات، او انت بتشوف ايه صفات الداتا اناليست الشاطر؟ يعني اقول امتى على واحد جاي داتا اناليست ان هو شاطر؟ وبرضو ممكن يتسال بصيغه تانية، بما برضو هنتكلم على المونايو كصاحب شركه، لما تهاير داتا اناليست بتحكم عليه ازاي، او ايه الصفات اللي بتحكم عليها من خلاله ان هو داتا اناليست شاطر، سواء تكنيكال او مهارات؟ كلمنا اكتر عن الحته دي. طيب بص، انا يعني خلينا نفصل كده ما بين حد عنده التكنيكال ان هو قادر ينفذ الموضوع بشكل تكنيكال، وما بين النولج اللي هو حد عنده المعرفه وعنده العلم فقادر ان هو يتصرف وياخد قرارات. ده كبزنس، النولج على البيزنس. النولج عن البيزنس اوكي. نفسه. وهقول لك مثلا مثال. ماشي. انا دلوقتي لما يكون عندي داتا اناليست فاقول له انا عندي مشكله، تمام. ماشي، فاقول له مثلا عندي مشكله، انا عندي نقص في المبيعات، حلو. انا مش قادر اعرف النقص ده منين. جميل. ماشي، فانا عايزك انت تجو ديب، تبدا تحليلك وتعرف لي المشكله فين. حلو. في نوعين من الداتا اناليست. في داتا اناليست ممكن يهنج يقول لي والله انا مش عارف المشكله فين. طب يعني انا تكنيكالي شاطر، فانت قول لي اعمل ايه وانا هنفذ. حلو. تمام. وفي واحد هيبدا ان هو يرسم الخريطه من الاول، اللي هو ايه؟ احنا عندنا مصادر مبيعات مثلا مختلفه، عندنا مبيعات اونلاين وعندنا مبيعات اوفلاين. حلو. هبدا اشوف نسبه الانخفاض كانت في الاونلاين ولا نسبه الانخفاض في الاوفلاين. مظبوط. طيب كانت في الاونلاين، فهبتدي ان انا امشي في الطريق ده. فانا امشي في طريق الاونلاين، هبدا ان انا مثلا اتست حجم الترافيك اللي بيروح على الويب سايت، هبدا ان انا اشوف الفانل بتاعت الويب سايت ماشيه كويس ولا لا، هل في اي مرحله العملاء فيها وقعت، زي مثلا مرحله الدفع حصل فيها مشكله، مرحله الاد تو كارد حصل فيها مشكله، في مشكله اصلا في الويب سايت في السرعه او في حاجه خلت ان الناس ما بتكملش اصلا البروسيس نفسها. دي مثلا طريق. بعد كده يبدا يشوف اصلا على سبيل المثال ان النقص المبيعات ده كان في اخر فتره، فممكن ده مجرد سيزون، في بيك وفي اوف بيك، في صح. فتره موسم المبيعات فيها بتكون اعلى، في فتره لا، فيبدا ياخد داتا مثلا 3 سنين ويبدا ان هو يشوف هل فعلا في اوقات معينه من السنه المبيعات فيها بتعلى او المبيعات فيها بتقع ولا لا. مظبوط. يبدا ان هو يشوف في الستوك فاليو، يبدا يشوف هل قيمه المخزون قلت الفتره الاخيره، فده ادى ان في حاجات كتير اوت اوف ستوك، منتجات مش موجوده، فالمنتجات من اللي هي البيست سيلينج ايتمز او المنتجات الاكثر مبيعا ما بقتش موجوده، فخلت الناس بقت تخش ما بتلاقيش المنتج بتاعها فما بتشتريش. صح. فيبتدي ان هو بنفسه بياخد الخريطه بيرسمها من الاول، ويبدا ان هو يمشي في الاتجاه بتاعه لحد ما يوصل فعلا للقرار ويبدا ان هو يقدم تقريره. حلو قوي. فالفكره ان ده حد فاهم بزنس، فلازم ان انا التولز اللي هو عارفها تكنيكالي قادر ازاي ان هو يستخدمها ويقدر ان هو يطوعها عشان خاطر ينفذ الكلام ده للبيزنس. فهو لازم يكون فاهم بزنس وفاهم ازاي يستخدم الادوات دي عشان في الاخر يعرف ان هو يحل مشاكل البيزنس ويعرف ان هو يساعد في قرارات البيزنس. حلو قوي. فلازم الداتا اناليست بالنسبه لك يكون فاهم بزنس، ما ينفعش داتا اناليست يكون تكنيكال بس. بالظبط. حلو هو قوي. مش لازم يكون فاهم، يعني لازم يكون عنده اوفر فيو عن البيزنس بشكل عام، ولازم يكون، وانا بفضل ده قدر الامكان، يكون متخصص في قطاعات معينه. يعني مثلا لو احنا افترضنا ان هو داتا اناليست هيشتغل في شركه تسويق او هيشتغل في فانكشن يسبورت فيها اكتر التسويق، فهو لازم يكون فاهم المينيمم نوليدج، الحد الادنى من المعرفه عن التسويق، عشان يقدر ان هو يتكلم لغتهم ويقدر ان هو يساعدهم في كل قرارات التسويق. نفس الكلام لو هو هيساعد اتش ار، لازم يكون عنده برضو خبره لا باس بها في الاتش ار حتى لو بسيطه، عشان يبقى فاهم يعني ايه هيومن ديفلوبمنت، يعني ايه ان انا مثلا تعيينات، يعني ايه ان يبقى في نسبه الاتريشن ريت والحاجات دي كلها. بالظبط كده، فاهم قصدي؟ فهو يبقى فاهم برضو كل المصطلحات في كل مجال ويقدر ازاي يقيسها، فبالتالي لما يجي ياخد مثلا اي سؤال او اي طلب يقدر ان هو ينفذه بشكل سليم. حلو قوي. فانت لو هتيجي تنصح حد لسه بتعلم المجال جديد، انت بتنصحه ان هو يركز في دومين معين. بالظبط. صح؟ يخلص التكنيكال كويس. ويبقى شاطر فيه، تمام، بالنسبه لي خلاص هو بيقدر يستخدم التولز المطلوبه. لازم ياخد ان هو النولج في البيزنس بشكل كويس. كويس. طيب قول لي من وجهة نظرك برضو، ايه التولز التكنيكال اللي ممكن حد يبدأ بيها
وخلينا برضو نتكلم من واقع سوق العمل. يعني مثلا بلاش نتكلم على حاجات ممكن تكون مش موجوده، احنا بنتكلم من الماركت دلوقتي. ايه التولز اللي انا لو انا بتعلم او ببدا المجال جديد اتعلمها وتبقى موجوده في السوق والسوق بيشتغل بيها؟ طيب بص، انا يعني خليني اقول لك السؤال بصيغة تانية. حلو. صاحب الشركة محتاج ايه من الداتا؟ محتاج قرار. محتاج قرار، صح؟ هل هو فارق مع التول اللي لا طلعت منها طبعا. الداتا؟ لا. هو يفرق معاه ان الداتا تكون مصدرها صح، تم تحليلها بشكل سليم، تم عرضها بشكل واضح ومفهوم، فقدر ياخد القرار. كويس. فعشان كده فكرة التركيز على ان انا لازم اكون مذاكر كل الادوات وكل التولز، انا شايفها لا، هو ممكن يكون ضيعت وقت كتير. اوكي. انا شايف ان انا لو ركزت في 2 أو 3 كافيين جدا ان هم يعملوا نفس الفانكشن، كويس. واسيب الوقت الباقي ان انا ادرس بيزنس وافهم اكتر استخداماته وانفذ مشاريع حقيقيه، او حتى كيس ستاديز وهميه ابدا ان انا انفذ بيها، واشوف التولز اللي انا اتعلمتها دي ازاي بطوعها في البيزنس، بالنسبه لي اهم. اقدر طبعا اقول لك مثال، اقول لك مثلا لوكر ستوديو مثلا بيستخدم في الماركتنج بشكل اكبر بكتير، كويس. في فكره عرض البيانات، وبياخد اللايف داتا وبيبدا ان هو يدي الداشبورد. في بعض الشركات بتستخدم مثلا تابلو، في بعض الشركات بتحب الباور بي اي وبتحب انها تعمل الفلترز والحاجات بتاعت باور بي اي. في بعض الشركات بتحب التحليل بالبايثون. في حاجات كتيرة، بس في النهاية فبتختلف على حسب الشركه، بس اهم بتختلف. حاجه القرار في الاخر. بالظبط. انا في النهاية انا مثلا انا مش مهم انت عملتها ازاي، حلو انا قوي. يفرق معايا ان انا في الاخر العرض كان واضح، انت عملت التحليل بتاعك بشكل سليم، العرض بالنسبة لي واضح، قادر اقارن بشكل سليم، والقرار سهل ان انا اخده. باين جدا ان طالما الميثودولوجي في البحث وفي التحليل اتعملت بشكل سليم، القرار هيتعمل بشكل سليم في الاخر، والقرار هيبقى سهل ان انا اخده في الاخر. وده بالنسبه لي الاهم من التولز اللي تم استخدامها. حلو قوي. طب هسالك سؤال برضه، لو انا واحد شغال ماركتير او بتعلم الماركتنج، هل تنصحني ان انا اتعلم الداتا اناليسيس؟ بص، انا بالنسبه لي هي مراحل. يعني ما ينفعش يكون لسه في حد في بدايه الطريق واقول له ان انت وانت بتدرس ماركتنج اتعلم داتا اناليسيس، لان الاثنين مع بعض هو عمليه صعبه جدا. خلي بالك كمان من حاجه، ناس كتيره بتخش مجال الماركتنج وبعد فتره بتكتشف ان هي اصلا مش مناسبه لمجال الماركتنج. فعشان كده دايما بقول للناس ادخل مجال الماركتنج وتعلم فيه شويه وابدا اشتغل فيه بشكل عملي، وابدا بعد كده شوف هل انت اصلا مرتاح في الكارير بتاعك في الماركتنج، وحاسس ان هي بالستريس وبالضغط اللي فيها قادر تتحملها، وحاسس ان انت بتبدع فيها، ولا حاسس ان ده مش مكانك وممكن يكون في حاجات تانية انت تبدع فيها اكتر. فانا شايف ان هو يهتم بالماركتنج الاول ويبدا يتعلمه ويشتغل بشكل عملي، يتاكد ان ده مجاله ويتاكد ان هو مبدع فيه وشغال فيه بشكل كويس، يبدا ان هو يتعلم الحاجات اللي هي بتدعمه زي حلو. الداتا اناليسز، زي حاجات في الايكونومكس، زي حاجات في الفاينانس، كلها حاجات ليها علاقه بالماركتنج. بس هي كلها مراحل، ما ينفعش ان انا اقول لحد من الاول ان هو يبدا بالداتا اناليسز وهو لسه بيدرس ماركتنج. طب حد ممكن يجي في باله ايه علاقه الايكونومكس بالماركتنج؟ يعني ايه علاقه الاقتصاد بالماركتنج؟ اعمل بيها ايه؟ انا واحد بسوق وبكتب كونتنت وبعمل الكلام ده كله، فليه اعرف بالظبط. عن الايكونومكس او الفاينانس؟ بص، هو ده انا بالنسبه لي اللي هو الشخص زي ما قلت لك اللي هو الاستراتيجيست، اللي هو عايز ما يتمش استبداله بسهولة، عايز يبقى عنده فكر مختلف عن أي حد ماركتير مجرد بينفذ خطط أو بينفذ أفكار. فهو فكرة إن هو كمان يكون دارس الحاجات الاقتصادية أو المعرفة الأدنى من الاقتصاد اللي هي مرتبطة بالتسويق. زي إيه مثلا؟ زي إن أنا أبقى عارف إن القدرة الشرائية للناس في الوقت الحالي اللي هي بتسمى في الإيكونومكس purchasing باور بتقل نتيجة لظروف اقتصادية صعبة بيمر اوكي. بيها العالم كله، بيمر بيها مصر في نفس الوقت. لما بيحصل انفليشن تضخم، لما بيحصل تعويم، فده معناها ان الرفاهيات اصبحت اصبحت مش الاساس. مش الاساس صح. بالنسبه للناس. الناس هتبدا تبص على الاساسيات اكتر من انها تبص على الرفاهيات. حلو. فبالتالي ان انا كنت بقول عليهم كلاس ايه هم نزلوا طبقه اجتماعيه اقل، واللي انا كنت بقول عليهم بي هم نزلوا طبقه اجتماعيه اقل. فبالتالي ما ينفعش ان انا استهدف ساعتها نفس الناس بالرفاهيات على سبيل المثال، وما ينفعش ان انا اركز اكتر على الرفاهيات واسيب الحاجات الاساسيه. فانا بالتالي حتى قرار المنتج نفسه اللي اسوق له وقرار الحاجات اللي احنا هنشتغل فيها هو مرتبط بالاقتصاد بشكل بالايكونومكس. كبير. ده مثلا مثال. حلو. المثال التاني فكرة المرونة. أنا لما يجي صاحب الشركة يقول لي أنا هرفع الأسعار، فأنا لازم أشوف أصلا الإلاستيستي بتاعة المنتج. هل لما أرفع المنتج بتاعي سعر المنتج بتاعي بقيمة مثلا 50 جنيه، اللي هو مثلا بقيمة 30%، هل المبيعات أو هل الطلب هيقل بنفس النسبة 30% ولا هيقل بنسبة أكبر؟ لو هيقل بنسبة أكبر ده معناها إن في خطر أصلا كبير جدا إن أنا أنزل سعر المنتج. ففي الحالة ديت لا، أنا أفضل إن أنا ما أنزلش سعر المنتج، لأن المنتج بتاعي أصلا منتج يعني مرن. صح. الأول لما يحصل فيه انخفاض أو ارتفاع في سعر الحاجة هينخفض الطلب بشكل كبير جدا.
فبالتالي لازم ان انا اكون بركز على اقدر ان انا ارفع السعر في الحاجات اللي هي ملهاش بديل او منتجات الالاستيستي فيها ضعيفه جدا. فانا بالتالي ساعتها لو انا غليت مثلا سعر السكر، سعر الزيت، سعر الرز، الحاجات دي بدائلها قليله والناس كده كده هتشتريها، فانا حتى لو رفعت السعر الطلب مش هيقل بنسبه كبيره. واعتقد وممكن تصحح لي برضو ان الحاجات دي اعتقد برضو مهمه للداتا اناليست. يعني مهم الداتا اناليست يكون فاهم برضو الماركت عامه جدا وفاهم الكلام ده جدا، كله، هو مش الداتا ماركتير اناليست هو في بس. الاخر ياخد الداتا ديت هو اللي هيبدا بالظبط. يحللها. بالظبط. بس هي مقصود بيها ان هي اصلها مصطلحات اقتصاديه، بس هي كلها بتمر على الداتا حلو قوي. اناليسيس. عندك مثلا فكره اليونت ايكونومكس، لما انا ابقى حاسب ان انا العميل الواحد بيكلفني قد ايه، وتكلفه الكاك الكوست بير اكوزيشن، هي مصطلحات مرتبطه بالماركتنج بالماركتنج ومرتبطه برضو بالايكونومكس. صح. ان انا ابقى اشوف العميل ده بيكلفني قد ايه، مرتبطه حتى بالفاينانس، صح. واشوف هو في الاخر بيكسبني قد ايه وبيكسبني كم مره، صح. واحسب الكاستمر لايف تايم وبرجع لي كام فاليو. مره وهكذا. هو انا مثلا خسرني اول مره عشان خاطر اجذب العميل ده ويشتري صح. معايا، بس هو في الاخر ما اشتراش مني، فهو كده خسرني. بس لو اشترى مني 3 4 مرات هو كده فبالتالي فعلا كسبني. بيعوضني، حلو قوي. وبيبدا ان هو يكسبني مثلا المره الثانيه او الثالثه. فحتى الكاستمر لايف تايم فاليو والحسابات دي كلها هو مهم جدا ان هو يكون عارفها. حلو قوي. طيب خليني اسالك سؤال مهم قوي برضو. هل ممكن شركه تنجح وشركه تفشل بسبب الداتا اناليست؟ انا بشوف ده حقيقي بيحصل على ارض الواقع. هو الشركات اللي بتفشل في مصر كتير، او بتفشل حتى على مستوى العالم كتير، هي بتفشل ايه؟ بتفشل بسبب قرارات غلط حصلت، بسبب ان مفيش داتا. ايه اللي بيحصل؟ انا ساعات بروح شركات مثلا، فبتلاقي مثلا صاحب الشركه بيقول لي انا عندي مشكله كبيره وانا جايبك عشان تحلها. انا المنتج بتاعي المفروض يكسر الدنيا. طب المفروض ده بناء على ايه؟ انت حضرتك عملت ماركت ريسيرش، عملت مثلا الام في بي، عملت اي حاجه بتاكد الكلام ده؟ لا انا متاكد، انا راجل خبره كبيره في السوق وبقول لك ان المنتج ده هيكسر الدنيا. وعلى فكره لما جيت جربته على مراتي وعلى ولادي وعلى اصحابي وعلى الحبايب في طنطا قالوا لي ان المنتج كويس جدا. ماشي. طيب ما هو ده كده مش داتا، ده كده بناء على هو معجب بالحاجه. رأيك الشخصي. انت مبسوط ومنبهر بالمنتج بتاعك، بس الناس مش مبسوطة صح. بالمنتج بتاعك، وانا في النهاية مش هبيع ليك، صح. انا هبيع للناس. تمام. فانت الناس نفسها هو اللي انا محتاج اسمع رأيها. فانا اول حاجة بعملها، انا عن نفسي مثلا بروح لقسم خدمة العملاء. يمكن ناس كتيرة بتعملش كده. انا بالنسبة لي الصندوق الاسود بتاع الشركة خدمه هو العملاء. قسم خدمة العملاء، اللي بيتكلم طول النهار مع الناس، بيستقبل الاوردرات، بيستقبل الشكاوي، بيسمع الناس حتى في الكومنتات في الرسائل، سواء بمودريشن او خدمة عملاء على التليفون. المهم ان انا بروح اقعد مع الناس دي، حلو قوي. نقعد كده قعدة عربي، واقول لهم انا عايزكم بقى تحكوا لي كل حاجة، الناس بتقول علينا ايه، المنتجات بتاعتنا اخبارها ايه، الناس حلو. فعلا حباها، الجودة نفسها عاملة ايه، كل حاجة ليها علاقة، الشكاوي اللي حصلت، هل الناس فعلا بتشكر في منتجاتنا ولا فعلا في مشاكل في منتجاتنا. ولو عندهم تقارير بالاداء وتقارير بالشكاوي، اول حاجة ببص عليها. حلو. اخد كل الكلام ده، واخد تقارير المبيعات، واخد كل التقارير الموجوده في الشركه ادرسها كده، خصوصا لو الشركه بقى فيها هيستوري كويس سنتين ثلاثه مثلا ولا حاجه. اخد كل الكلام ده ادرسه قبل ما اروح اتكلم مع الراجل صاحب الشركه واقول له رايي، او اقول له خطتي، او اقول له هعمل ايه. فده البايب لاين اصلا المفروض الداتا اناليست يمشي. بالظبط كده، حلو. ده البايب لاين اللي المفروض الداتا اناليست او الماركتير لازم يمشي. حلو. فانا باخد الداتا ديت لما هاجي اتكلم على صاحب الشركه، لما هيجي يقول لي المنتج كويس اقول له بس انا عندي نسبة شكاوي كذا من مثلا. الشكاوي بتقول كذا، وعندي نسبة كذا بتقول كذا. حلو. فأنا مش هتكلم معاه برأيي ورأيك، أنا صح. هتكلم معاك رأي العميل أهم 100 مرة من رأي صاحب الشركة. هو لازم يبقى فاهم حاجة زي كده كويس. أما بتكلم معاه بالشكل ده هو ما بيعرفش يتكلم، وبيفهم. وبعلمه من أول يوم إن إحنا مش هنتكلم ولا نتعامل مع بعض إلا بلغة الأرقام. حلو جدا. هنحترم إحنا الاتنين الأرقام، ولا صح. رأيي ولا رأيك. فبالتالي في شركات كتيرة خسرت بسبب قرارات خطأ. حلو. صاحب شركة ممكن ان هو يقول انا شايف ان انا لو نزلت منتج معين المنتج ده هيكسر الدنيا، فيبدأ ماشي ورا الخيط ده، ويبدأ ان هو يعمل منتج بدون دراسة بدون معلومات، ويبدأ ان هو يشتغل فيه لحد ما في الاخر يضيع كل الموارد اللي كانت في الشركة على منتج فاشل، المنتج ده ما اتباعش. بالتالي ادى ان الشركة كلها ممكن تكون فلست وقفلت. 100% في شركات كتيرة قفلت بسبب المشكلة في الداتا، حلو جدا. ان هم خدوا اتجاه غلط. فاول حاجه احنا بنعملها، احنا بنشوف الماركت جاب. لما نيجي حتى نقول في رياده الاعمال ايه اول خطوات انت بتعملها عشان تفتح شركه وتبقى شركه ناجحه، فانت اول حاجه بتادنتيفاي، خلينا نقول بالعربي، ان انت بتكتشف الثغرات الموجوده في السوق، وبتعمل الماركت ريسيرش بتاعك، وبتتعرف على احتياجات الناس، وبتشوف المنافسين بيقدموا ايه، وبتشوف النقص فين. بعد كده بتطلع منتج بدائي بيبقى اسمه بروتوتايب. المنتج ده بنعمل بيه تجربه، بنعمل بيه الام في بي. من ام في بي يعني
مينيمم فايبل برودكت، يعني احنا بنعمل بيه التجربه الاوليه اللي احنا نجرب نخلي العملاء يستخدموا المنتج او الخدمه بتاعتنا ويشوف رايهم. لو رايهم كويس ومستعدين ان هم يدفعوا فيه وبداوا ان هم فعلا يتقبلوا عليه طلب، ابدا ان انا اعمل البيزنس بتاعي وابدا ان انا اكبر الانتاج بتاعي. حلو قوي. قبل كل الكلام ده ما ابداش فيه. لكن اللي بيحصل في مصر احنا بنحط الماركتير والعميل قدام الامر الواقع. انا اسست الشركه وانتجت كميه كبيره وعايزك تبيع لي بقى، وتصرفوا بعون وتصرف انت المنتج وبيع ده. بقى. فيجيب الماركتير، فالماركتير الاول بيحاول يا عيني عشان خاطر يمشي الدنيا. يمشي الدنيا، فما بينجحش، ما بينجحش. فبالتالي فاشل. وبيجيب واحد تاني فبالتالي فاشل، وممكن يدمر سمعة ناس، والمشكله وفي نفسها في النهاية المنتج المشكلة نفسه. نفسها في المنتج. صح. هو كان لازم أول يعني، عشان كده أنا دايما، بس هو يعني برضو أنا عشان دلوقتي يمكن بقى عندي خبرة، فلما باجي أدخل في شركة أنا بشوف الأول الهيستوري بتاع الشركة، هل فعلا المنتجات في الشركة محبوبة في السوق ولا لأ. واسمع من كل الناس، سواء لو هي ليها هيستوري بره او كده. لو الشركه نفسها عندها مشكله في السمعه او في المنتج، انا مش بقبل اصلا الوظيفه. صح. وده حصلت معايا في شركه بدون ذكر اسماء، عرضت عليا وظيفه مدير تسويق اقليمي في مكان بيدي اعتمادات مزيفه. ماشي. انا كنت كشفت الموضوع ده، فلما اتقال لي فرفضت الوظيفه. فاتعرض عليا بعد كده راتب اعلى وان انا هبقى وظيفه اعلى، فرفضت الوظيفه. قلت لهم اظبطوا حالكم بعد كده واعزلوا كلموني. نفسكم، بعد كده نبقى نتكلم. لكن انا مش هشتغل في حاجه صح. فيها ضرر للناس او حاجه مزيفه. فهي دي الفكره، ان هو انا لو انا عارف من الاول ان في حاجه غلط، انا بقول وهو بنصح كل الماركتيرز ما تضيعش سمعتك على الفاضي. لان في النهايه المنتج السيء مستحيل يتباع. صح. لو جبت فيليب كوتلر مؤسس علم التسويق يبيع لك المنتج، مش هيبيعه. فاهمني؟ فهو اساس الماركتنج عشان تعمل ماركتنج صح ان المنتج نفسه يبقى منتج كويس وعليه طلب. ساعتها هقول لك ان مهمه التسويق اصبحت سهله وهتستمتع بيها. حلو. المنتج نفسه فيه مشكله هتكره حياتك وهتلعن اليوم اللي اشتغلت فيه في التسويق. ونفس الحوار في السيرفيس، لو حد بيقدم سيرفيس نفس فاعتقد الكلام، نفس انا الفكره. بتكلم كله على كله، كله سواء عامه. برودكت او سيرفيس. حلو قوي. طيب لو انا مثلا عايز اتطور اكتر في الداتا اناليسيز او اتطور، يعني انا مثلا شغال داتا اناليست دلوقتي، هل شايف مثلا ان انا لو اتعلمت ام بي اي مثلا، او خدت مثلا دبلومه في البيزنس، او خدت حاجه زي المصطلحات اللي بنسمع عنها دلوقتي، هل ده هتفيدني، هتاد فاليو ليا، ولا انا اركز في حاجه معينه، ولا امتى افكر في ده وامتى افكر في ده؟ ماشي، بص يعني انا دايما كنت بقولها ان انت بنصح الناس انها كفايه شهادات معتمده. اوكي. اتعلم تكنيكال على الارض، حلو. احنا مش لاقيين صناعيه. ماشي، زي ما بيقولوا كده. انا دلوقتي عشان اعين حد بعمل انترفيو مع 15 شخص، ممكن تلاقي واحد بس فيهم هو اللي فاهم تكنيكالي، والباقي مليان شهادات. الباقي بيقول انا خدت شهاده معتمده من الف، وشهاده معتمده من ب، واخد اعتماد من كذا، والامم المتحده معتمده شهادتي. وفي النهايه على ارض الواقع هو تكنيكالي مش فاهم حاجه. الاولويه لمين لما انا هاجي اشغل حد؟ صح. اللي واخد شهاده معتمده ولا اللي فاهم على الارض؟ لا، اللي فاهم على الارض. ان شاء الله ما بقاش خريج كليه، مش فارق معايا. صح. اللي بيشتغل وفاهم ايا كان شهادته. انا ما بسالش الناس انت خريجه ايه على فكره. يعني انا بسال الناس انت بتعرف تعمل ايه. طالما بيعرف يعمل حاجه صح وشاطر فيها واثبت لي تكنيكالي واثبت لي على الارض ان شاطر فيها، هو دليل الاولويه في التعيين عن اي حاجه تانية. ما تقوليش شهادات معتمده. فانا بالتالي اول حاجه بالنسبه لي ان انت تكنيكالي تكون شاطر قبل ما تفكر في اي شهاده او في اي حاجه. طيب نيجي بقى لحته الام بي اي بالذات. هل الام بي اي اصلا هتفيد الشخص ان هو يتعلم بشكل كويس في حتته؟ لا، مش كتير. الام بي اي فكرتها انا بالنسبه لي كده هي كانها رتبه في الجيش، اللي هو ايه؟ اللي هو شخص يستحق الترقيه فهياخد رتبه اعلى. فهو لما هياخد رتبه اعلى مش فجاه بقى خبير، لا، هو مجرد خد رانك اعلى، خد تصنيف اعلى. فبالتالي انا مش هاخد الرتبه ديت الا لما اكون انا مؤهل ليها بشكل كبير. يعني ايه مؤهل ليها؟ يعني ما بقاش خريج واروح اخد ام بي اي. ما انا لما هتخرج واخد ام بي اي واروح اصرف لي مثلا 100,000 حد ادنى، صح. توصل دلوقتي لحد نص مليون ومليون حسب المكان اللي بتاخد منه الام بي اي. فهتحصل عندي مشكله كبيره، اللي هو ايه؟ اللي هو انا دلوقتي بقى معايا ام بي اي كانك بالظبط عندك قائد جيش ما هو ما نزلش اتدربش، السوق ما بالظبط، اتدربش او ولا ما خدش مره. كتيبه قبل كده فهو مثلا. دخل قائد، صح. فهو مش فاهم، هو هو لا مش فاهم لا, يعمل لا ايه قادر وماشي يقود ازاي. الناس ولا عنده خبره انه يعمل اي حاجه. صح. وفي نفس الوقت مش هيرضى يقبل انه يبقى عسكري. مظبوط، لان هو ليه؟ بقى اسمه ام بي اي ومعاه ام بي اي لانه خلاص هو خد الرتبه. صح. فهو بالنسبه له انا واخد ام بي اي، انا لازم يبقى راتبي عالي اه. ولازم اشتغل من دلوقتي في منصب اداري. فالشركات تقول له هشغلك في منصب اداري انت ما ازاي؟ ما عندكش انت خبره انت ما اصلا. عندكش خبره اصلا في اه. الحاجه. هشغلك فوق ناس فاهمين احسن منك؟ مستحيل. فيحصل له ازمه، لا هيعرف يشتغل ولا هتعرف الشركات تشغله. فانا بقول انك انت عشان تاخد ام بي اي مش قبل 4-5 سنين. اشتغل الاول بايديك واتقن كل حاجه بايديك الاول،
وبعد كده روح فكر انك انت تاخد ام بي اي لما انت تبقى انت شايف نفسك خلاص مؤهل انك انت تاخد ام بي اي عشان خاطر تطلع مستوى اداري. يا اما انت اوريدي خلاص طلعت منصب اداري بقيت مدير قسم فانت تستحق تاخد الام بي اي، او انت خلاص مؤهل وشايف ان انت دي هتساعدك في الترقيه فتروح ساعتها تاخد الام بي اي. حلو قوي. لان الام بي اي في الاخر هي مش هتديك معلومات في مجالك، الام بي اي بتديك معلومات بشكل عام على في الغالب 12 تخصص: اداره اعمال واتش ار واوبريشنز وماركتنج وحاجات مختلفه وفاينانس ومحاسبه، عشان تبقى عندك اوفر فيو على العلوم الاداره كلها بشكل حلو عام. قوي. بس فنصيحتي ما تتخرجش وتاخد ام بي اي، الام بي اي مش اولويه تماما. ركز في انك انت تشتغل وتتعلم وتشتغل بايدك وتتقن الحاجه على ارض الواقع، ده الاهم. وما تفكرش في الام بي اي الا بعد 4 أو 5 سنين هي من بقت بدايتك. ترند الفتره الاخيره. للاسف يعني يعني كله بقى بيفكر ان عايز اخد ام بي اي، ولما اخد ام بي اي هشتغل في شركه كبيره والكلام ده كله. حلو قوي. بالظبط، كله عايز ياخد الترقيه. بالظبط. طب هسألك سؤال، عملت كام انترفيو في حياتك وانت مدير؟ آه كتير جدا وانت طبعا. مدير. يعني مش اقل مثلا من 500 انترفيو. 500 انترفيو. مش حلو اقل من قوي. كده. لان خلي بالك انا غير الانترفيوهات اللي انا كنت بعملها في وظيفتي او في شركتي عشان اعين للتيم عندي، انا كمان كانوا ساعات في شركات بتستعين بيا عشان اعمل تعمل للناس انترفيو انترفيوز للناس. تكنيكال بالذات في حلو. حته الماركتنج. حلو قوي. طب قول لي اخر انترفيو عملته، ايه المشاكل او ايه الاخطاء او الحاجات اللي لقيتها في الناس اللي عملت لهم انترفيو، وتنصح بايه الناس ياخدوا بالهم من ايه في الانترفيو؟ والله انا كنت بشوف الناس ان هم مركزين على فكره ان انا يعني انا بنفذ، اوكي. انا شاطر في التنفيذ. بس كلهم ما عندهمش القدرة على عرض شغلهم او ان هم يقدروا يقدموا خطة. يعني حلو. ايه؟ يعني مثلا خلينا ناخد مثال: صانع المحتوى، حلو. كونتنت كريتور اللي بيكتب محتوى. ماشي. الشخص ده المفروض ان هو دوره حاجتين: جميل. يقدم خطة محتوى ويكتب ويكتب محتوى. المحتوى. دايما اللي بيجي لي بيكتب محتوى، ما بيقدمش الخطه. ما بيقدمش الخطة. وما يقدرش يعرض حتى خطته ولا يعرض الكونتنت في شكل معين. حلو. تمام. فانا بيبقى عندي pieces of content مختلفة. انا في بوست هنا، في كالندر نزلت هنا، في هنا. طب ايه الخطة اللي انت كنت شغال بيها؟ ايه اللوجيك اللي انت اشتغلته؟ هل كان في تركيز على حاجات معينة؟ ايه الانجلز اللي انت اتكلمت بيها؟ مش هتلاقي الكلام ده كله. فانا بشوف دايما ان فكرة ان هو الشخص هو يمكن تكنيكالي اشتغل كويس، حلو. بس هو مش عارف ان هو يكمل شغله بالخطة او بعرض شغله بشكل يناسب ان هو ينفع ان هو يتقدم كحد مسؤول عن فانكشن معين. حلو قوي. طب لو عملت انترفيو لداتا اناليست قبل كده، ايه المشاكل اللي انت قابلتها معاهم، او لو قعدت 1 تو 1 مع حد او انترفيو لداتا اناليست، لقيت فيهم ايه، او ايه المشاكل اللي انت تنصح بيها لو حد رايح شركه يقدم كداتا اناليست ياخد باله منها لما يقعد مع مدير او مع اتش ار او مع ديسيجن ميكر يعني؟ انا لسه عامل مع 14 واحد داتا اناليست. طيب اخترت منهم كام واحد؟ اخترت منهم واحد. واحد. واحد من بس. 14 خدت واحد بص يعني؟ انا عايز اقول لك على مفاجأة: ال 14 شاطرين اه. جدا. اوكي. ال 14 كل التولز اللي انا الواحد ده اعرفها، بقى ايه المميز فيه؟ بالظبط اللي انا اعرفها واللي ما اعرفهاش هم شاطرين فيه. حلو قوي. الوحيد اللي اقنعني اللي هو الواحد ده كان فاهم بيزنس. كان فاهم بزنس. لما اديت له كيس ستادي عشان اشوف هيطبق ازاي اللي اتعلمه في البيزنس، مش في الماركتنج، في في البيزنس، البيزنس عامه. عرف يطبق وعرف يفهم وعرف يمشي الموضوع بشكل منطقي. يفهم ازاي. ما هو انت خلي بالك، انا مثلا زي ما قلت لك ان هي بتبقى ماب، خريطة. انا ببدأ من فوق وببدأ ان انا اشوف انهي حاجة كبيرة اقسمها اجزاء فيها بالظبط. الحاجة فبكمل فيها. اه. مش منطقي ان انا احلل كل حاجة واخد صح. شهور عشان اخد قرار صح. المفروض اخده في خلال ايام. صح. فاهم قصدي؟ فهو فكرة ان هو يقسم الدنيا وحط الخطة صح وقدر يفهم ازاي هتتبع الداتا عشان يعرف المشكلة، هو واحد بس اللي قدر يعمل الكلام ده. او يعني في يمكن 2، يعني بس احنا هو ده اللي كان اقوى بنتكلم في فيه. اقل من 10% اصلا. ده حقيقي. عشان كده كنت بقول لك ان دايما مشكله الداتا اناليست ان هو بيركز على التكنيكال تولز. انا وبينسى بفهم البيزنس. كل التولز الموجوده وبفهم كل ستيب وكل خطوه جوه التولز. انا مش محتاج كل صح. ده. صح. انا مش هختبرك بتعرف تعمل الشكل ده ولا بتعرف تعمل ده ولا لا. انا هختبرك في الاخر في فائدتك في البيزنس. لما انا هاجي عندي مشكله هتعرف تحلها لي وهتعرف فعلا تفهم تعمل خريطه ازاي وتعمل البلان بتاعتك ازاي عشان تجيب لي الداتا اللي انا عايزها وتساعدني في ان انا اخد القرار ولا لا. حلو قوي. طب هل دور الاي اي او دور البريدكشن، يعني مثلا لو انا جيت لك كتايتل داتا ساينتست، اللي انا بستخدم اي اي وبحلل الداتا وبعمل مودلز والكلام ده كله، هل هتحتاجني كشركه ماركتنج، ولا الماركتنج اكتر او الفيلد ده بيحتاج ان انا اخد قرار دلوقتي، اشوف ريبورتس، اشوف داشبورد،
هل بحتاج الاي اي والحته دي ولا لا؟ بص ال AI انا بشوفها في حته داتا اناليسيس لازم تكون انتجريتد معانا. ليه؟ مم. انت دلوقتي مثلا عشان خاطر تعمل فكره البيزنس انتليجنس مم. قايمه على ايه؟ قايمه انك انت بتدرس الهيستوري كله بتاعت الداتا اللي عندك، صح. وتقدر انك انت تاخد منه قرارات تقدر تساعدك في المستقبل. صح. فانت عشان مثلا تتوقع مبيعات الفتره اللي جايه، مم. عشان تقدر انك تتوقع سلوك الناس الفتره اللي جايه، عشان تتوقع ايه المنتجات اللي هتبيع اكتر الفتره اللي جايه، عشان تتوقع تغير سلوكيات الناس وتغير احتياجاتها. مم. كل الحاجات دي معناها ان انت لازم يحصل تكامل ما بين الداتا اناليسز مم. وما بين الاي اي. حلو. الداتا اناليسز بدخل له الهيستوريكال داتا، الداتا كلها القديمه، مم. وببدا ان انا اغذيه بشكل كويس وابدا احللها بشكل كويس. والاي اي بيساعدني ان هو بيكتشف اسرع الباترنز، مم. الانماط صح. بتاعه الناس والانماط في المبيعات وانماط المنتجات اللي بتخليه قادر يتوقع نفس النمط في المستقبل. حلو قوي. فبالتالي الاتنين مرتبطين ببعض، كويس لازم قوي. الداتا اناليسز مع الاي اي لازم يكونوا شغالين مع بعض بشكل كبير. حلو قوي. لو جينا نتكلم عن الحته بتاعت الداتا، انا مثلا واحد اوكي فهمت ماركتنج، اتعلمت ماركتنج وعايز اشتغل ماركتنج داتا اناليست، بس انا ما اشتغلتش، انا ما شفتش قبل كده داتا بتاعت ماركتنج خالص. فرحت شركه عايز اعرف، او انت ممكن تقول لنا الداتا بتاعت الماركتنج عامله ازاي كداتا حقيقيه، لان انا ممكن اجيب داتا من شات جي بي تي، اجيب داتا من كاجل، اجيب من اي موقع، بس لما انزل ارض الواقع هلاقي ان الداتا اللي انا اشتغلت عليها زي ما انت كنت بتقول في الاول انها حاجه مش منطقيه، هم اشتغلوا على حاجات مش منطقيه ومش واقعيه. فالداتا بتاعت الماركتنج اصلا بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى كام داتا، كام رو مثلا، ايه الحاجات اللي فيها بشكل اعمق اكتر جوه الماركتنج؟ بص الداتا كتير جدا، احنا حلو. عندنا كمية مؤشرات غير طبيعية. يعني جميل. انا مثلا ممكن اقول لك في حاجة اسمها impression rate، في حاجة اسمها frequency، في حاجة اسمها CAC cost per acquisition، مم. في حاجة اسمها CTR click through كويس. rate، في حاجة اسمها engagement rate، في حاجة اسمها ال retention rate، في كل دي حاجة كي بي اسمها ايز. KPIs اه. كتيرة جدا، ال cost per install، ال cost per result، ال cost per lead، مم. ال unit economics، ال ROI return on investment، ال كويس. return on ad spend في كل بلاتفورم. في عندنا كمية مصطلحات كبيرة جدا هل جدا لازم جدا. اكون عارف كل ده؟ لازم تكون عارف الديفينيشن بتاعها، مش اوكي. لازم تكون فاهمها بشكل كامل 100%، مم. بس تبقى فاهم الحاجات دي كلها، لان المؤشرات دي مم. كلها هي المؤشرات اللي احنا بنقيس بيها اداء البيزنس مم. واداء الماركتنج بشكل بخصوص اكتر. حلو قوي. فبالتالي انا بشوف دايما ان دور اللي بيدرب داتا اناليسز ان هو لازم يكون عنده النولج شويه، او ممكن يستعين بحد ماركتير فاهم في الحته ديت، يدخل يسبورت مثلا في الجزئيه ديت للناس اللي هتتخصص في الماركتنج اكتر. حلو قوي. لان هو احنا بنجهز الناس للسوق، لو مش هيبقوا جاهزين هيضطروا ان هم لازم ينزلوا تدريب عملي او انترن. وطبعا مش كل الشركات قادره دلوقتي انها تستوعب كل اعداد الانترنز، لان هم في النهايه هياخدوا احسن حد واكتر واحد جاهز وفاهم، هو ده دايما اللي هيبقى اسرع واكثر انتاجيه للشركه. حلو قوي. فهو لازم يكون عنده المينيمم نولج في التخصصات ديت. هل ممكن صاحب الشركه يسيب القرار او يعتمد على الداتا اناليست بنسبه 100%؟ لا طبعا مستحيل، لان الداتا اناليست هو التميز بتاعه في الداتا مش في البيزنس. اوكي. البيزنس او صاحب البيزنس هو تميزه اكتر في فهمه للبيزنس وفهمه في اتخاذ قرارات البيزنس. مم. مش معنى ان احنا بنقول ان الداتا اناليست يكون فاهم بيزنس ان هو يكون عنده القدره على اتخاذ القرار. حلو. اتخاذ القرار دي مرحله تانية خالص ليها ناسها. فالديسيجن ميكر صاحب القرار ومتخذ القرار او الشخص اللي بياخد رقم كبير حلو. عشان عنده القدره على تحليل الارقام وعلى اتخاذ القرار الصح. ده ليه طبعا. بتكلم على الشخص صح. الناجح، في برضه ناس اوكي. كتير اصحاب قرارات خاطئه. صح. بس انا بتكلم ان مفترض المدير التنفيذي او صاحب الشركه او مدير القسم هو متخذ القرار الاخير اللي هيتحمل مسؤوليته، وهو كويس اللي هيبقى عارف ابعاد كتيره جدا حتى خارج الداتا بتكمل الداتا. حلو قوي. فهو اللي لازم ياخد القرار. حلو. طب صاحب البيزنس بيستنى ايه من الداتا اناليست؟ يعني انت وانت قاعد على الكرسي كده بتستنى الداتا اناليست يدخل عليك يقول لك ايه؟ بص هو داتا اناليست المفروض ان هو دوره حاجتين، يا حلو. اما هو بياخد ريكوستات في مشاكل معينه بياخدها من الاقسام جميل. فيبدا انه يشتغل عليها. طيب هو ما خدش ريكوستات، هو المفروض ان هو شغله المستمر اليومي جميل. ان هو طول النهار عنده داشبورد لكل حاجه في الشركه. حلو. زي ايه مثلا؟ عنده المبيعات، عنده الصرف بتاع الماركتنج بيصرف قد ايه، كل الاقسام الموجوده عنده بتصرف قد ايه، وعنده في النهايه العائد والمبيعات بتاعت كل حاجه. جميل. هو المفروض ان هو بيعمل ريبورتات او بينتجريت السيستم انه يعمل ريبورتات بداشبورد بشكل يومي حلو. تكون سهله وواضحه لكل قسم حسب الكي بي ايز اللي بيبص عليها جميل. عشان يتاكد ان هو ماشي سليم. في نفس الوقت هو لازم يكون عنده مؤشرات اليرت كده، خطر، بيبقى عارف كويس ان هو لازم كمان يكون يعتبر الانذار بتاع الشركه. فانا عندي مثلا في مبيعات نزلت على مستوى معين لازم يدي حلو الارم، أوي. يدي انذار.
حلو أوي. الكوست زادت بنسبه معينه لازم يدي الارم. مؤشرات معينه اساسيه في الشركه نزلت او طلعت عند مستوى خطر لازم يدي الارم، ولازم يبدا ينفستيجيت على طول لو الدنيا واضحه عنده في الداتا ان هو ايه السبب في ده، ويبدا يقدم تقاريره بشكل مباشر على طول. حلو أوي. ده دور الشخص اللي هو كمان برو اكتيف، هو شخص مش مستني الناس تقول له في مشكله، هو طول النهار اون سبوت شايف الداشبورد شايف النتائج كويس ويقدر أوي. يكتشف المشكله بنفسه. امتى تقول للداتا اناليست باي باي مع السلامه؟ لو هو دوره رد فعل مش دوره برو اكتيف، يعني بيستنى بيبقى شايف المشكله ومستني كل حاجه ومستني يقول له على فكره في مصيبه فانت شوف لي المصيبه دي فين، فياخد وقت اوكي. طويل اوكي. تكون الشركه اصلا دخلت خلاص في غرقت مصايب اصلا. تانية او مم. قفلت خالص. مم. ف طول ما هو برو اكتيف بيكتشف الموضوع بشكل اسرع وقادر يتحرك ويتعامل اسرع وقادر يخطط ان هو ازاي يكتشف المشكله بشكل سريع وبتحليل سريع ويقدم تقارير صح، كل ما هو طبعا شخص ناجح جدا في مجاله. هل شايف ان هو المفروض يكون في صفات معينه؟ يعني مثلا حد بتولد مثلا شغوف، حد بتولد مثلا ذكي، هل شايف ان هو المفروض يكون في صفات معينه او يكتسب صفات معينه؟ ممكن اقول لك يعني انا بالنسبه لي زي الماركتنج فيه صفات معينه انا بشوفها في الناس. يعني خلينا اديك مثال زي ايه كده. مثلا؟ قول لي. الماركتنج كنت بقولها دايما، اللي بيقعد في الصف الاخير في الفصل وكان بيقعد يستخبى من المدرسين وما بيحضرش كل الدروس ولا المحاضرات وما بيطلعش من الاوائل في الغالب بينجح في الماركتنج. ليه بقى؟ واللي بيطلع من الاوائل في الغالب ما بينجحش في الماركتنج. اوكي. دايما الشخص اللي بيحاول يختصر الطريق ويلم الدنيا في اخر لحظه وبيدور دايما على طرق كرياتيف ان هو يعدي الدنيا ولا ينجح ولا يستخبى، اوكي. هو شخص دايما متعود انه يخرج عن النظام. يخرج عن النظام يعني ايه؟ هو متعود ان هو ما يمشيش بالقواعد ويخرج بره القواعد ويحاول ان هو يتصرف. اوكي. الشخص ده هتلاقيه دايما عارف الترندات، عارف يهزر، وعارف كويس ان هو يفكر بشكل ابداعي. الشخص اللي بيطلع من الاوائل هو شخص طول عمره ملتزم بالسيستم وملتزم بالنظام. اوكي. الوظائف اللي بتلتزم بالسيستم وبالنظام هي انجح ليه اكتر من التسويق، لان التسويق فكره هو الخروج عن المألوف في اوكي. الاساس. حلو جدا. فاللي بيمشي بالقواعد وعايز يمشي بشكل سيستماتيك ومنظم جدا لدرجة ان هو عايز كل حاجة تمشي زي ما هو عايز، هو ممكن يبقى متضايق من التسويق وفكرة الديناميك اللي موجودة في التسويق. ده مش شرط، مش قاعدة. انا كنت طالع الاول على الثانوية العامة في منطقتي 98% في ثالثة ثانوي، شاطر في التسويق، فهي مش قاعدة وانا حالة استثنائية في ايوه. الحتة ديت. بلاش أزل. بس انا بقول لك ان انا شفته في اغلب الحالات. دي القاعدة اللي انا شفتها. حلو. فالداتا اناليست ايه الصفات بقى؟ احنا كده فالداتا اتكلمنا عن اناليست انا الماركتنج. بشوفه برضو شخص شغوف بالارقام. ما شغوف. ينفعش اصلا مثلا يكون شخص في ناس معينه بتخاف من الارقام. صح. فكره ان انا اقعد احسب ايكويشنز واقعد اعمل حاجات، في ناس اصلا مجرد ما بتشوف جداول وارقام بتجيلها بانيك. بتخاف. صح. اه. فاول حاجه لازم يكون هو اصلا عنده شغف بالارقام وعنده شغف على ان هو يشوف حاجه ويحلها ويبدا ان هو يحللها. هو عنده طولة البال وعنده القدره ان هو يحب يعمل حاجه زي كده. وعايز اقول لك على حاجه، مثلا هو ممكن يبقى عكس الماركتير. يعني الماركتير زي ما قلت لك هو بيمشي عكس المألوف وطول النهار بيفكر وطول النهار متجدد. الداتا اناليست ممكن يبقى شغله سيستماتيك اكتر شويه. يعني هو طول النهار بيجيب داتا وطول النهار بيحلل، بيمشي بالسيستمز اكتر من الماركتير. فهو حلو ممكن أوي. يكون شخصيته مختلفه خالص عن الماركتير. هل بتستنى من الداتا اناليست ان هو يحل لك المشاكل بتاعتك او يديلك ريكومنديشنز، ولا انت بس عايزه يسبوت على المشكله وانت هتعيش حياتك كصاحب شركه؟ والله بص، احنا في حاجات احنا بنتمناها وفي حاجات واقعيه. اوكي. اللي انا بتمناه ان هو يديك ان هو يعمل لي كل حاجه فهمني ويريحني. ايوه. لكن الواقع بيقول ان هو اكيد مش هيبقى عنده القدره والمعرفه ان هو يحل كل المشاكل او يكتشف كل حاجه. فطبيعي هو مجرد او مش مجرد، هو جهه دعم ليا. هو بيساعدني بالارقام، بيحذرني من حاجات هو اكتشفها وانا بحذر او بكتشف انا حاجات بنفسي. هو بيقدر يحل مشاكل، انا بقدر احل مشاكل. هو بيقدر يعرف اسباب المشاكل والمصايب الموجوده، انا اللي بقدر اعرف او بساعده في مصايب ومشاكل. فهي في النهايه هي مهنه متعاونه في كل حاجه. لما هيجي يحل مشاكل مع السيلز طبيعي انه يتعاون مع السيلز في حل المشاكل. حلو. لما هيجي يتعامل مع خدمه العملاء طبيعي انه يتعاون مع خدمه العملاء في حل المشاكل. لكن ما نقدرش ان احنا نقول الداتا اناليست لوحده هو اللي هيبقى قادر على حل مشاكل الشركه كلها. حلو قوي. في سؤال كده متكرر او سؤال شائع بيقول لك طب ما انا ممكن اجيب داتا اناليست في الشركه يحل لي المشكله وشهر اتنين وامشيه. هل شغلانته يعني هم بيفكروا ان هو خلاص انا بيحل او بيعمل لي حاجه وخلاص استغنى عنه؟ ما هو خلاص بيعتبروا ان الشغل بتاعه روتيني. فهل هو الشغل بتاعه روتيني؟ ايه، بتفكرني بالظبط بفكره الماركت ريسيرش. اللي هو اوكي. انا هعمل ماركت ريسيرش مره واحده في مره حياتي واحده واشتغل. واشتغل عليها في سنين. اللي انا عايز اقوله لك ان احنا في فيري دايناميك ماركت
السوق ديناميك جدا، وفي عصر كل حاجه فيه بتتغير بالساعه. مم. ففكره ان انا اعتمد على داتا قديمه حد كان عملها من شهر ولا من سنين دي كارثه. صح. الداتا بتتغير وسلوكياتنا بتتغير بشكل كبير جدا. عايز اقول لك على سبيل المثال، مثلا كنت سمعت عن معلومه ان منصات السوشيال ميديا من كتر ما هي قادره تجمع داتا عننا زي فيسبوك صح. واللي هي بقت ميتا والكلام ده كله، هو بقى قادر يرسم خط حياتنا لحد الموت. بمعنى ايه؟ يعني هو متوقع ان يحيى هيتخرج من الجامعة في المجتمع ده في السن ده زي المتوسط صح. اللي زيه. صح. وهو بما انه عوامل اجتماعية مختلفة، فهو متوقع دراسته هتكون متوسط في مستوى معين، بكالوريوس او حاجة. وهو متوقع يتجوز امتى، متوقع يخلف امتى، ومتوقع سلوكياته هتبتدي تتغير من مرحلة ان هو كان عازب لمرحلة انه لسه متجوز، لمرحلة انه مخلف، لمرحلة ان عياله كبروا وراحوا المدرسة. فسلوكياته هو شخصيا هيبتدي يضحي بالرفاهيات ويبتدي يضحي بحاجات كتيرة عشان خاطر بيصرف صح. على عياله مظبوط. ومدرسته. بعد كده هيبتدي يتجه للأدوية ويبتدي يتجه للعلاج، وبعد كده ثم سيناريوهات بقى لحد موجودة. ما يموت. مم. نسبة الخطأ فيها مش عالية. صح. ماشي. فهو متوقع وراسب لكل شخص حياته دي. ماشين ليرنينج هو واي اي اتعلمت وديب ليرنينج بناء وحاجات زي على كده. بالظبط تولز كتيرة، الجوريزمز فهو وداتا بقى كتير. عارف كل شخص خط حياته مم. وسلوكياته لحد كل حاجة. مم. فعشان كده اللي انا اقصد اقوله لك ان هو فكرة ان هو معتمد على الداتا، هي عملية مستمرة مم. شغالة وبيطور فيها. مم. فان انا اعتمد على داتا اناليست بيحلل لي داتا مرة واحدة، دي كارثة. صح. داتا اناليست ده لما انا كنت بشتغل في شركة مالتي ناشونال، ده كان بيدخل معانا الميتنج الصباحي كل يوم. كل يوم اهم واحد في الاجتماع كله كان هو الداتا اناليست. كل يوم. لما بيغيب بنلغي الاجتماع اليومي اللي هو ده اهم الاجتماع من بتاع الشركه المدير. كلها. هو اهم واحد ليه؟ لان هو ده الشخص اللي كل يوم بيقول لنا صباح الخير، دي التقارير ودي الحاجات اللي انا خدت بالي منها. مم. فيبدا المدير يوجه الكلام لكل قسم، انت قول لي ايه مشكلتك، ارقامك وقعت، ارقامك مم. طلعت. فالفولو اب اليومي كانت مهمه الداتا اناليست فيها انه كل يوم بيعرض كل حاجه. فالداتا اناليست يعتبر دراع على المدير اليمين. طبعا بالظبط. هو لما يتكلم بداتا محدش عارف يتكلم، بالظبط. مفيش صح. حد فهلاوي يقول له لا والله يا ريس الدنيا هتبقى زي الفل وهنبقى حاجه هتبقى حلوه مم. الفتره اللي جايه. لا، هي كل حاجه ماشيه بالارقام، صح. وكل حاجه باينه على مستوى المنتج ومستوى الكاتيجوري ومستوى الفرع ومستوى كل حاجه. فهو احنا عارفين احنا بنتكلم على ايه بالظبط، والداتا تكون معانا بشكل مم. دقيق جدا. مم. بس طب انت قابلت كام حد داتا اناليست في حياتك تقريبا مثلا؟ عدى عليك كام واحد اشتغلت معاه؟ بتاع 4 مثلا. 4. مش مين كتير. اميز واحد فيهم وليه هو اميز واحد فيهم كان من واحد وجهة هندي. نظرك؟ واحد هندي اه ليه؟ طيب كان مميز. كان واحد هندي لأنه هو ما كانش شخص بينفذ بس، هو كان شخص فاهم بيزنس. فهو لما واحنا قاعدين في الميتنج وبنكتشف المشكلة، هو في نفس الوقت بيطلع التقارير اللي بينفستيجيت بيها المشكلة وبيحل المشكلة في نفس الوقت. هو مش سابق بيحل المشكلة بخطوة. بس بينفستيجيت. هو سابق بخطوة. هو مش بس سابق بخطوة، هو عارف كل حاجة مداخلها ايه. مم. يعني لما يكون عندي مشكلة في المبيعات فهو عارف يجيب التقارير اللي بتحل الموضوع بشكل سريع. مم. تمام. فيقدر يعرف من جذورها ايه اللي أثر على المبيعات بشكل سريع. مم. فهو يمكن الهنود متميزين في المجال ده. مصر الحمد لله مؤخرا ابتدت ان هي يبقى عندها برضو تخصصات قوية جدا، وابتدت تدخل التخصص ده في الجامعات وفي أماكن تدريب كتير. مظبوط. فابتدينا نشوف دفعات مؤخرا في مصر قوية. مم. بس لفترة قريبة كانت الهند هي المتميزة والمتفوقة في المجال ده على مستوى العالم. فالشخص ده اسمه فينو، انا لسه فاكره فينو. فينو بالفي ان مش شاء الله فينو. شوف البودكاست ويعمل لايك يجي لنا. هو شخص هندي فمش هيفهم مش العربي فاهم يعني. حاجة. بس انا بقول له ان هو كان، لا كان حد شاطر جدا مم. وكان حد، ويمكن هو حتى اشتغل معانا فتره وبعد كده راح اتنقل لشركه كمان اعلى بكتير مالتي ناشونال. كويس أوي. فهو كان شخص قوي جدا. هل شايف الداتا اناليست المفروض يكون متعلم تعليم معين، متخصص في حاجة معينة، خريج كمبيوتر ساينس، خريج هندسة، الكلام ده كله؟ انا مش بؤمن بالحته دي، يمكن هي بتبقى حاجه داعمه ليه. يعني اوكي. الشخص اكيد اللي خريج كمبيوتر ساينس سرعته في التعلم وفي التنفيذ وفي التطبيق اسرع من اي حد تاني. بس في النهايه الاجتهاد هو مم. الاولويه. لو في شخص خريج انا في حد داتا اناليست قابلته كان شاطر جدا وكان خريج اداب قسم مش عارف فلسفه حاجه كده آداب. بعيده كل البعد. بعيدة كل يعني البعد انا قلقت لما عن قال لي البيزنس وعن بصراحه، التكنيكال. قلت ده اكيد يعني ملوش علاقه بالارقام خالص. فاكتشفت ان هو شاطر جدا. وهو بعيد، خلي بالك، على البيزنس والتكنيكال وما لهمش بالظبط. اي علاقة انا ببعض. متاكد ان الشخص ده بذل مجهود اكبر بكتير من طبعا. اللي اتخرج من كمبيوتر مليون ساينس. في المية. بس في النتيجه في النهايه الاثنين شاطرين، صح. الاثنين شغالين كويس. مم. فانا مش بؤمن ان التخصصات بتفرق قوي على قد ما هي ممكن تكون بتساعد الشخص في ان هي تسرع له المهمه شويه. حلو جدا. طيب تعالى نتكلم بقى، ندي نصيحة. هندي نصيحة لشخصين.
شخص في الماركتنج فتنصحه ازاي من وجهة نظرك في ظل الاوضاع اللي احنا فيها، عشان برضو اللي بيتفرج على البودكاست لو هو حد ليه في الماركتنج او عايز يتعلم ماركتنج يستفيد ازاي، او ايه النصائح اللي تقدمها له؟ والنصيحة التانية للداتا اناليست اللي بيتعلم دلوقتي او عايز يشتغل، او حد مثلا شغال وعايز يبقى يتطور، فادينا النصيحة للشخص ده والشخص ده. طيب انا هقول الماركتنج الاول، بما ان انا ماركتير شخص قد الدنيا. ماركتير. ان هو بدايته ما يعتمدش على الشهادات المعتمده، ما اوكي. يعتمدش على الاسماء الرنانه، مش مم. لازم اخد دبلومه من الجامعه الخزعبليه، مش مم. محتاج الكلام ده خالص. محتاج ان انا اشتغل بايدي، لان فعلا السوق محتاج ناس تشتغل بايديها بشكل قوي وتكون فاهمه كويس. اوكي. يشتغل بايده بالنسبه لي ان هو، ان كنت بقولها للناس، انت لو اشتريت شويه منتجات وعملت لنفسك الفت براند وابتديت تشتغل عليه، افيد 100 مره من الكورس. ليه؟ مم. لان الشغل العملي في الماركتينج احسن 100 مره من اي كورس تسويق، حلو. بما فيهم الكورسات اللي انا بديها. مم. الشغل العملي هو الاهم وهو طبعا. الاقوى. صح. التجارب العمليه في الماركتينج هي الاهم من اي كتاب ومن اي مرجع. مم. التسويق ليه ساينس وليه كتب وليه برنسبلز وليه كل حاجه، بس في النهايه التسويق الحقيقي هو اللي انت بتاخده على ارض الواقع وبتشتغل بيه، مم. والتجارب اللي انت بتعملها، مم. وبتبقى عارف ايه التجارب اللي نجحت واللي فشلت وايه اللي المفروض تعمله وايه اللي ما تعملوش. صح. تمام. فبالنسبه لي الماركتنج الاولويه للعملي، والاولويه ان هو يدرس يفهم اساس التسويق وعلوم التسويق، مم. ويجرب الكلام ده على ارض الواقع، وياخد الجزء التكنيكال بالذات الجزء بتاع الديجيتال ماركتنج، ويحاول قدر الامكان ينزل انترن يشتغل ببلاش، يعمل اي حاجه، مم. بس يتعلم عمل على ارض الواقع. مم. يتعلم عمل على ارض الواقع اقوى 100 مره من اي حد خد شهاده معتمده. مم. بالنسبه لي الداتا اناليست تقريبا نفس الكلام، العملي هو الاهم. يمكن صعوبه الداتا اناليسز ان هو فعلا محتاج تدريب. مش هقول لك ان هو يقدر بسهوله كل الناس تتعلم الكلام ده كله بنفسها وتبدا تطبق بنفسها. صح. بس في النهايه اللي انا عايز انصحه بيه ان انت الجزء التكنيكال شاطر فيه وبقيت فاهم فيه، مش لازم تفهم كل التولز اللي في الدنيا. مم. تو 2 تول او 3 تول كفايه، عرفت تأدي الغرض كفايه. بعد كده الاهم والاولى انك انت تعرف تطبق الكلام ده بشكل واقعي على التجارب الحياتيه كويس على أوي. البيزنس، مم. وتقدر فعلا تقدم تقارير تفيد البيزنس، وتقدر انك انت فعلا تبقى فاهم التولز دي هتفيد البيزنس ازاي. ده بالنسبه لي اهم 100 مره من خبرتك وقوتك في مم. التولز التكنيكال. حلو قوي. خليني برضه اسالك سؤال برضه مهم من كلام حضرتك. ازاي الاقي تدريب او الاقي تريننج؟ يعني ازاي انا مثلا احاول ادور على اول وظيفه ليا، او ايه الخطوات اللي اخدها مثلا عشان الاقي وظيفه؟ اعمل ايه؟ خاصه انت قلت برضو حته مهمه قوي، ودي حته بتبقى معضله عند اغلب الشباب الفتره دي. لو حد لقى تدريب والتدريب ده مش بيد، مش بفلوس، ما بنزلش. فطبعا يعني الكونسبت بتاع انت المفروض تضحي في الاول عشان توصل لحاجه معينه، مش عارف، حاسس ان هو مبقاش عند اغلب الناس دلوقتي. فايه رايك في البوينت دي؟ بص، انا هاخدها من وجهة نظر الشاب الصغير، مم. واخدها من وجهة نظر الشركات. اوكي. من وجهة نظر الشاب الصغير، هو بيتكلم ان هو هيتكلف مواصلات، هيتكلف حاجات، فهو بالنسبة له هينتظر اكتر الفرصة المدفوعة عشان يخفف شوية مم. التكاليف والحاجات دي كلها. وده نقطة فاليد ونقطة منطقية. كويس. بالنسبة للشركات، هي الشركات بسبب ان هي هتدفع تدريب، فابتدت ان هي تقلل الاعداد. صح. انا كده كده الانتاجية اللي متوقعها من شخص بيتدرب مش كبيرة، مم. فانا هديله الحد الادنى اللي هو يغطيه مواصلاته، او يعني هعين واحد بس او اتنين كفايه، مش هقدر اخد. مم. فبالتالي ابتدت فرصه التدريب تقل بشكل كبير. حلو. طيب انا هقول للشباب، بغض النظر في شركات بتدي تدريب مدفوع، ويا ريت كل الشركات تقدر تعمل طبعا. الكلام ده، تكون مم. افضل وتخفف على طبعا. الشباب. بس ما زال في بعض الشركات بتقدم تدريب غير مدفوع. انا بالنسبه لي بقول للشاب، لو ما قدامكش فرصه مدفوعه وقدامك فرصه غير مدفوعه، قدامك اي فرصه تتعلم منها، صح. قدامك اي فرصه تخليك على اول الطريق، امسك فيها. كلنا ضحينا. صح. انا كنت بركب مواصلات بالساعتين وبالتلاتة، وكنت بروح من العبور لحد 6 اكتوبر كل يوم في وظائف بتديني ملاليم، ما بتغطيش حتى تكاليف مواصلاتي صح. ولا اي حاجه. مم. بس كل خطوه انا عملتها في حياتي وكل حاجه انا اتعلمت فيها فرقت معايا في الخطوه اللي بعدها. كل حاجه انا عملتها وضحيت فيها ساعدتني ان انا اطلع للخطوه اللي بعدها. احنا بنضحي كتير في بدايه حياتنا، نشتغل حاجات، يعني كنت بشتغل حاجات مش ريليتد بمجالي عشان اقدر اخد فلوس اقوي نفسي بيها في كورسات، واقدر انا اطور من نفسي. ولما جيت دخلت في مجالي كنت باخد برضو مبالغ زهيدة جدا. بس الفكرة كلها ان انت بيبقى عندك هدف اكبر وهدف اقوى، مستعد ان انت تضحي عشانه، مستعد انك انت تتحمل كتير عشانه. مم. انك انت في النهاية لو اتعلمت صح، انا بقول لك 100%
ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هتاخد مقابل لتعبك وهتاخد مقابل مجهودك، بس انت محتاج تسعى وتعمل اللي عليك صح، مليون في وتجتهد المية. وتتعب. مليون في بس المية. حلو جدا. طيب خلينا قبل ما ننهي الحلقة، لو حابب تقول أي نصيحة لأي شاب، لأي شخص، لأي حد، طبعا دي حاجة هتبقى هتفيدهم جدا يعني. انا حابب بس اقول حاجه اخيره. يمكن انت قلت حاجه جميله، ان الجيل الجديد بقى مستعجل شويه جدا. في كل حاجه. مم. الجيل الجديد مستعجل انه يبقى مدير، مستعجل ان هو حد هيديله خلاصه العلم مم. في ساعتين زمن. لما انا بقول لحد حتى ان انا عندي دبلومه هتاخد عدد ساعات معين وهناخد ندرسها في شهر، ليه هقعد كل ده؟ ف اه. لا هو عايز فهمني اللي هو على انا في طول. خلال 3 ساعات تلم لي الدنيا هو كلها، اشتغل، انزل اشتغل واجيب واشتغل فلوس. واجيب فلوس اه. عاليه وعلى فكره دي وابقى بقت مشكله مدير. من مشاكل السوشيال ميديا. يعني في ناس بيطلعوا كده على السوشيال ميديا اللي هو ازاي تجيب $100 في ساعه وساعتين، فبرضه دي بالظبط. السوشيال ميديا برضه اكتر. ابتدت ثقافة الناس بسبب انستجرام اه وبسبب بالظبط. الانفلونسرز وبسبب الحاجات دي كلها، ابتدت الناس تركز في فكرة ان انا عايز المكسب السريع، ان انا مش هستنى 5 سنين عشان خاطر اخد راتب كويس صح. او اترقى. لا انا مش هعمل زي الناس البطيئة اللي مش كرييتيف، اللي هم القدام اللي زينا صح. واهالينا صح. وكده. لا انا هعرف اختصر الطريق واجيب ثروة بشكل مم. سريع. كويس. وده مش حقيقي، حتى لو حصل هو بيحصل لواحد من يعني مية في بالظبط. المية واعتقد من لو حصل ما أغلبية بيستمرش الشعب، اصلا. وما بيستمرش. صح. واللي بيتبني من الأول على صح، باطل هو اللي فهو بيمشي. بينتهي بباطل. واللي تمام. بيبدا صح بيكمل صح. فعشان كده أنا بقول لهم إن كل حاجة بتاخد وقت. عشان تتعلم هي بتاخد وقت، وعشان خاطر ربنا يكرمك وتوصل لمستوى كويس من العلم ومن الفلوس اللي تخليك قادر تعيش كويس، بتاخد وقت طبعا. وبتستحمل كتير وبتتعب كتير في الأول. وهو ده الطريق الصح، ومفيش طريق صح غيره. ربنا كرمك بحاجة تختصر لك الطريق، استغلها. بس في نفس الوقت اعرف ان مش ده الاساس. الاساس مش اختصار الطريق، مم. الاساس انك تتعلم كل حاجة وتاخد الطريق من اوله بالشكل الصح، عشان خاطر تطلع فعلا فاهم، تطلع متعلم. كل حاجة بتاخد وقت. انا الدكتوراه باخدها في 5 سنين، في وقت اللي انا مفروض ان انا بجني فيه بعد كويس سنين أوي. خبرة كبيرة. لا، انا ما زلت بتعب، ما زلت مم. ما بنامش، ما زلت بقلل ساعات نومي وبشتغل اوقات كتيرة جدا عشان خاطر ان انا اقدر احقق حاجة في حياتي. حلو جدا. فكل حاجة بتاخد وقت، مم. وكل حاجة انت بتعملها وبتتعب فيها دلوقتي ربنا بيكرمك فيها طبعا بعدين. مليون في المية. بشكرك جدا يا دكتور يحيى، نورتنا وشرفتنا واستفدنا ده منك شرف جدا ليا انا النهارده، اكيد، ربنا وانا يخليك. متاكد مليون في الميه ان كل حد شافنا هو طالع بفاليو كبيره جدا، سواء تكنيكال او بيرسونال. بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نشوفك دايما على كل خير. ده شرف ليا شكرا بنورك، جدا ربنا ليك، يخليك. نورتنا شكرا جدا لك، وشرفتنا. شكرا. شكرا جدا ليك، ونتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله نشوفكم الفيديوهات الجايه على خير. السلام عليكم.